يبقى دلوقتي نقول بسم الله طبعا في الحصة بتاعتنا، حصة مراجعة طبعا ليلة الامتحان. وتعالى دلوقتي لما نعمل تسلسل أحداث لكل أجزاء المنهج والحاجات المهمة اللي موجودة عندنا في المنهج كله، اللي هنخش إن شاء الله بكرة في الامتحان وهنلاقيها بالنص. بص يا صديقي، أول حاجة طبعا هنبدأ بيها النهاردة، علشان برضو تكون عارف هنبدأ بإذن الله بالتاريخ إن شاء الله النهاردة. تمام، هنبدأ بالتاريخ، وهنعرف دلوقتي كل الأحداث المهمة وكل طبعا الحاجات اللي انت لازم تكون داخل الامتحان بإذن الله وانت عارفها. بص يا سيدي، أول حاجة دلوقتي هنبدأ بيها ونعرفها، وهي طبعا المعارك اللي موجودة عندك في المنهج كله. يبقى أول حاجة هنبدأ بيها اهو، هنكتب يا سيدي أهم، تمام، المعارك. هنبدأ بأهم المعارك اللي موجودة عندنا في المنهج كله، ونعرف طبعا عليها الحاجات المهمة وكل معركة، حتى لو معركة بسيطة جدا انت ما كنتش تعرف عنها حاجة. بص يا صديقي، اولا كده احنا عندنا اول معركة في المنهج، انت طبعا ممكن تكون مش واخد بالك منها، بنسميها كده طبعا معركة ديو البحرية اهو. يبقى اول حاجة عندنا معركة ديو البحرية. بص يا سيدي، اولا كده معركه ديول البحريه دي، تعال اما اقول لك اتذكرت فين، تمام، وكان فيها ايه بالظبط. اولا كده يا سيدي، المعركه دي كانت سنه 1500 طبعا كام، 1509. طيب، رقم اتنين، المعركه دي تخص طبعا دوله المماليك. طب يا مستر تخصها في ايه؟ هقول له ان الاسطول طبعا المملوكي اتحطم في المعركه دي. يبقى طبعا يا سيدي تحطم الاسطول المملوكي في معركة ديو طبعا الايه البحرية. طيب هو ده كان سبب تدهور دولة المماليك، يا ترى كان سبب ايه؟ هقول له كده يا سيدي كان سبب اقتصادي اهو. يبقى طبعا ده كان سبب تدهور دولة المماليك، كان طبعا سبب ايه؟ سبب اقتصادي. طيب وانت عارف كمان ان من ضمن الاسباب الاقتصادية اللي موجودة عندك طبعا في المنهج، كان عندنا يا سيدي اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. طيب رقم اتنين، تحطم طبعا الاسطول المملوكي زي ما احنا قلنا في معركة ديو البحرية. ودي كده اول معركة موجودة عندك في المنهج كله. طيب، المعركة التانية اللي موجودة برضو ولازم نكون عارفينها، اسمها كده معركة جلديران. بص يا سيدي، المعركة دي برضو مهمة جدا. طب انا عايز اعرف يا مستر، هي المعركة دي كانت مين ضد مين؟ هتقول لي كده الدولة طبعا العثمانية اهو. طيب الدولة العثمانية كانت ضد مين؟ هتقول لي كده كانت ضد طبعا الدولة الصفوية. حلو حلو. طيب الحتة المهمة اللي هنا، هو مين اللي انتصر في المعركة؟ هتقول لي كده الدولة العثمانية بقيادة سليم الأول. طيب الحتة المهمة كمان يا سيدي، هم دخلوا كده عاصمة بسميها عاصمة الدولة الصفوية. طب اسمها ايه؟ هتقول لي كده طبعا اسمها تبريز. يبقى دخلوا عاصمة الدولة الصفوية اللي هي طبعا اسمها ايه؟ اللي هي يا سيدي اسمها تبريز. وده كده يا سيدي بالنسبة للمعركة التانية اللي موجودة في المنهج بكل الأحداث بتاعتها. يبقى انتصر طبعا سليم الأول اللي هو طبعا العثمانيين، انتصروا يا سيدي على الصفويين في معركة كده بسميها ايه؟ ديو البحرية. طيب جميل جدا. رقم ثلاثة، احنا عندنا معركتين الاتنين طبعا يعني ايه؟ مرتبطين ببعض. طب ازاي يا مستر مرتبطين ببعض؟ تعالى اما اقول لك. المعركة رقم واحد بسميها كده مرج دابق. يبقى رقم واحد اهو عندنا، هقول له كده يا سيدي اسمها مرج دابق. طيب والمعركة التانية يا سيدي اسمها كده الريدانية. يبقى دلوقتي عندنا معركة اسمها مرج دابق، وعندنا كمان معركة اسمها ايه؟ معركة اسمها الريدانية. طب انا عايز اعرف يا سيدي ايه الحاجات اللي كانت موجودة في كل معركة من دول. بص، اولا كده سليم الاول كان موجود في المعركتين. يبقى سليم الاول اهو كان موجود في المعركتين، وهو اللي كان قائد للمعارك دي، سواء طبعا معركة مرج دابق او معركة الريدانية. لان يا سيدي كان بيحارب العثمانيين، تمام، كانوا ضد طبعا يا سيدي المماليك. يبقى دلوقتي العثمانيين كانوا بيحاربوا مين؟ كانوا بيحاربوا المماليك. المعركة رقم واحد اللي هي مرج دابك دي حصلت فين؟ عشان دي مهمة. هقول له كده حصلت يا سيدي في الشام. تمام، فأصبحت الشام إيه؟ أصبحت الشام ولاية عثمانية. فانتصر كده مين؟ انتصر يا سيدي العثمانيين. طب المعركة التانية، هقول له كده يا سيدي كانت في مصر، فأصبحت طبعا مصر ولاية إيه؟ ولاية عثمانية. طيب هي معركة مرج دابك مين هو كان القائد المملوكي؟ هتقول لي كده يا سيدي كان السلطان الغوري.
انما في معركه طبعا الريدانيه هقول له كده طبعا اسمه ايه؟ تومان باي. يبقى كده في معركه الريدانيه تومان باي هو اللي كان ماسك المعركه. وده كده المعارك اللي هي كانت ضد المماليك، وكانت يا سيدي ليه؟ العثمانيين. طيب رقم ثلاثة عندنا ولازم برضو نكون عارفينها كويس جدا، اللي انا بسميها يا سيدي معركة شبرخيت وكمان معركة امبابة. يبقى اول حاجة يا سيدي معركة ايه؟ شبرخيت، وكمان يا سيدي عندنا معركة ايه؟ امبابة. يبقى معركة شبرخيت اهي، ومعركة يا سيدي ايه؟ امبابة. تعالى دلوقتي لما اقول لك على اهم الحاجات اللي موجودة في الاتنين دول. بص يا سيدي، اولا كده الاتنين كانوا المماليك كانوا ضد طبعا مين؟ كانوا ضد طبعا الحملة الايه؟ الحملة الفرنسية. يبقى هو اللي كان بيقاوم المماليك كانوا ضد مين؟ الحملة الفرنسية. طيب اللي كان موجود في الاتنين برضو علشان تكون عارف، هقول له كده يا سيدي كان موجود عندنا مين؟ كان موجود طبعا عندنا كده القائد مين؟ القائد طبعا يا سيدي نابليون بونابرت هو اللي كان موجود عندنا في الاثنين. يبقى دلوقتي علشان تكون عارف، نابليون هو اللي كان موجود في المعركتين، سواء طبعا معركة شبرخيت او يا سيدي موجود في معركة ايه؟ معركة امبابة. يبقى خد بالك من الاثنين دول. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب انا عايز اعرف بقى مين هو اللي انتصر في المعارك دي. عايزين نعرف دلوقتي مين هو اللي انتصر في المعارك دي، سواء طبعا يا سيدي المعركة رقم واحد اللي انا بسميها معركة شبرخيت، او المعركة طبعا رقم اتنين اللي انا بسميها معركة امبابة. بص يا سيدي بمنتهى البساطة كده، اللي انتصر عندنا في معركة يا سيدي شبرخيت، تمام، هقول له كده كان يا سيدي نابليون. حلو حلو. يبقى دلوقتي انتصر نابليون في المعركتين. رقم اتنين، المماليك اتهزموا في المعركتين، خد بالك. يبقى دلوقتي المماليك هو اللي اتهزم اهو في المعركتين، سواء طبعا معركة شبرخيت او يا سيدي معركة ايه؟ او يا سيدي معركة امبابة. طب الحتة المهمة بقى اللي حضرتك لازم تكون عارفها في معركة امبابة، لان دي مهمة جدا وبتيجي في الامتحان كتير جدا. طب ايه يا مستر؟ تعالى ما اقول لك عليها. كان في واحد عندنا اسمه كده مراد بيك. مراد بيك ده يا سيدي بيقول لك ان هو فر الى الصعيد. انما طبعا ابراهيم ده يا سيدي بيقول لك ان هو فر طبعا الى تمام الشام. طب هل هو راح لوحده؟ هقول له لا، ما راحش لوحده، ولكن خد يا سيدي السلطان العثماني الوالي العثماني معاه. يبقى هو دلوقتي خد الوالي العثماني معاه، وهرب طبعا الى ايه؟ هرب الى الشام. طيب هنا يا مستر بقى لازم نقف شويه، لان هنا هتقول لي ان حصل في مصر طبعا حاجه بسميها ايه؟ فراغ سياسي. يبقى حصل طبعا في مصر بسميها فراغ ايه؟ فراغ سياسي. خد بالك من دي. يبقى حدث في مصر فراغ سياسي في معركة ايه؟ هقول له كده بعد معركة امبابة على طول. طيب الملحوظة اللي بعد كده، هي شبرخيت دي كانت موجودة فين بالظبط؟ بص يا سيدي، شبرخيت دي كانت موجودة بالقرب من البحيرة. ساعات بتيجي في الامتحان بدل ما يجيب لك شبرخيت يقول لك كده يعني ايه؟ البحيرة. طيب انما امبابة دي كانت موجودة فين؟ هقول له كده يا سيدي بالقرب طبعا من القاهرة. يبقى دي كانت موجودة بالقرب من الايه؟ من القاهرة. طيب بعد كده يا سيدي عندنا معركتين ايام الحملة الفرنسية. يبقى انت دلوقتي عندك معركتين ايام الحملة الفرنسية. تعالى دلوقتي لما اقول لك على كل واحدة ما بينهم. اول معركة عندنا يا سيدي بسميها كده معركة ابي قير البحرية. يبقى رقم واحد اهو، هقول له كده معركة ابي قير البحرية. تمام. انما المعركة الثانية بسميها معركة ابي قير البرية. يبقى دلوقتي عندنا معركتين هم، معركة أبي قير البحرية، وكمان يا سيدي معركة إيه؟ معركة أبي قير البرية. يبقى دلوقتي عندنا معركة أبي قير البحرية، وكمان يا سيدي معركة إيه؟ أبي قير البرية. خد بالك بقى من المعركتين دول لأن هم برضو يعني إيه؟ مهمين جدا ولازم تكون عارف كل التفاصيل بتاعتهم. معركة أبي قير البحرية ومعركة أبي قير يا سيدي البرية. بص بقى يا سيدي، اول حاجه عندنا بالنسبه لي معركه ابي قير البحريه، كان مين ضد مين؟ الفرنسيين. طبعا الحمله الفرنسيه كانوا ضد يا سيدي الانجليز. يبقى دلوقتي الحمله الفرنسيه كانت ضد مين؟ كانت دلوقتي ضد الانجليز. حلو حلو. طب انا عايز اعرف مين هو اللي انتصر في المعركتين دول. بص، اول حاجه في معركه ابي قير البحريه انتصر طبعا الاسطول الانجليزي.
دي اول معلومه. حلو حلو. طيب بعد لما انتصر الاسطول الانجليزي يا سيدي، هو ايه اللي حصل؟ هقول له كده هنتكلم هنا عن سيطره طبعا الاسطول الانجليزي على ايه، على سواحل مصر الشماليه. يبقى طبعا سيطره مصر ايه، سيطره الانجليزي على سواحل مصر الشماليه. مش بس كده، كمان يا سيدي الحته المهمه اللي هنا وهي التجاره. لان هتقول له هنا توقفت طبعا التجاره الخارجيه لمصر. يبقى توقفت التجاره الخارجيه لمصر امتى؟ هتقول له كده بعد معركه ابيقير البحريه. طيب، انما معركه ابيقير البريه كانت طبعا يا سيدي العثمانيين دول كانوا ضد مين؟ كانوا ضد على طول كده يا سيدي الحملة الفرنسية. واللي انتصر الحملة مين؟ الفرنسية. يبقى انتصر طبعا نابليون، انتصر على العثمانيين في معركة كده يا سيدي بسميها ايه؟ بسميها معركة أبيقير البرية. ودي كده المعارك اللي حصلت طبعا أيام الحملة الفرنسية، سواء طبعا يا سيدي مع الإنجليز أو يا سيدي طبعا مع العثمانيين أو مع المماليك. دي كده كل المعارك اللي حصلت أيام مين؟ اللي حصلت ايام العثمانيين واللي حصلت ايام مين؟ المماليك. انا عايز اقول لك ان هم طبعا يعني مهمين جدا، ولازم طبعا اكون واخد بالي منهم وانا بذاكر. طيب، رقم ثلاثة، في معركة حصلت. تمام. المعركة دي حصلت ايام مين بالظبط؟ تعال اما اقول لك عليها. حصلت طبعا ايام تولي محمد علي. طب يا مستر المعركة دي اسمها ايه؟ تعال اما اقول لك عليها. المعركة دي طبعا انا بسميها حركة او حملة فريزر. مهمة جدا بقى اهو. يبقى بسميها حملة فريزر. طيب هل الحملة دي مهمة؟ هقول لك ايوه طبعا الحملة دي بتكون مهمة جدا. طب ليه يا سيدي بتكون مهمة جدا؟ تعال اما اقول لك. دي كده كانت انجلترا هي اللي عملتها. يبقى انجلترا هي اللي عملت الحملة دي. طيب هي انجلترا كان ليها كام سبب من الحاجات دي؟ بص يا سيدي، هنا انجلترا كانت ليها طبعا شوية اهداف من حملة فريزر على مصر. طيب اول هدف من الاهداف دي طبعا هتقول لي كده يا سيدي ان هم كانوا عايزين يحتلوا مصر. يبقى رقم واحد هقول له كده احتلال مصر. طيب رقم اتنين يا سيدي، كانت عايزه تعمل ايه؟ كانت عايزه طبعا تولي محمد بيك محمد بيك الالف، او يبقى توليه محمد بيك الالفي. يبقى رقم اتنين كانت عايزه تعمل ايه؟ تولي محمد بيك الالفي. طيب رقم ثلاثة يا سيدي، كانت عايزه طبعا تعمل ايه؟ خلع محمد علي. يبقى اقول له كده خلع اهو محمد علي. يبقى دلوقتي حملة فريزر كانت جاية لمصر كام هدف؟ هقول له كده ثلاثة. أول حاجة احتلال مصر. طب رقم اتنين هقول له كده تعيين محمد بيك الألفي المملوكي. طيب رقم ثلاثة هقول له كده خلع محمد علي. طيب مين هو اللي تصدى للحملة دي؟ هتقول لي كده طبعا اللي تصدى للحملة دي، تمام وانت مغمض عينيك كده، هتقول لي يا سيدي المصريين. يبقى المصريين هم اللي تصدوا للحملة دي في رشيد والحماد. يبقى دلوقتي هقول له كده ان هم تصدوا للحمله في رشيد والايه، رشيد والحماد. ده كده يا سيدي بالنسبه لي المعارك اللي حصلت ايام مين؟ اللي حصلت طبعا عندنا ايام يا سيدي في بدايه تولي طبعا ايه، تولي محمد علي واليا طبعا على ايه، على مصر. طيب بعد كده احنا عندنا حروب محمد علي يعني ايه؟ اربعه. عندنا حروب محمد علي اربعه، هنعرفهم دلوقتي بالتفصيل. هنسميهم بس او هنقسمهم لمرحلتين. قسم دلوقتي حروب محمد علي لمرحلتين. المرحلة طبعا رقم واحد بسميها كده مرحلة يا سيدي الوفاق. والمرحلة الثانية بسميها الاختلاف. طيب مرحلة الوفاق دي كان عندنا اتنين. أول حاجة يا سيدي هقول له كده شبه الجزيرة العربية. يبقى شبه الجزيرة أهو العربية. إنما رقم اتنين هقول له كده كان عندنا طبعا حروب اليونان، أو يبقى حروب اليونان. إنما مرحلة الاختلاف كانوا اتنين. اول واحده فيهم يا سيدي وهي طبعا عندك السودان، وعندك يا سيدي طبعا التانية وهي حروب الشام. يبقى عندك حروب السودان وطبعا ايه، الشام. بص يا سيدي، في شبه الجزيره العربيه انا مش عايزك تعرف غير حاجه واحده بس. طب ايه الحاجه دي؟ اللي طبعا محمد علي كان رايح يقضي هناك على الحركه طبعا بسميها الوهابيه. يبقى كان رايح يقضي على مين؟ كان رايح يقضي على الحركه الوهابيه. انما في حروب اليونان هنقسمها لحاجتين. الحاجة الأولانية طبعا بسميها مميزات
والحاجة التانية بسميها عيوب. طيب المميزات دي يا سيدي، اولا كده من ضمن المميزات هقول له كده علو مكانة مصر، يبقى علو اهو مكانة مصر دولية، علو مكانة مصر. طيب رقم اتنين، اللي احنا اخدنا جزيرة كده اسمها جزيرة كريت، دي كده المميزات اللي احنا حصلنا عليها من حروب اليونان. انما طبعا يا سيدي من ضمن المميزات، من ضمن العيوب ولا ايه؟ اول حاجه يا سيدي من ضمن العيوب طبعا، اللي هو هقول لك كده تحطم الاسطول المصري في معركه كده اسمها نافارين. يبقى تحطم الاسطول في معركه ايه؟ نافارين، ودي كانت 1827، مهمه جدا المعركه دي. يبقى تحطم الاسطول المصري في معركه كده بسميها معركه ايه؟ معركه نافارين. جميل جميل. وكمان يا سيدي هقول له كده وتوتر، يبقى توتر طبعا العلاقه. طيب العلاقه دي توترت ما بين مين؟ ما بين محمد علي والسلطان العثماني، نتيجه لان هو تفاوض مع الدول الاوروبيه دون الرجوع لمين؟ دون الرجوع للسلطان العثماني. ده كده بالنسبه لحروب اليونان والحتت المهمه اللي فيها. طيب بالنسبه يا سيدي للسودان، قال لك ان محمد علي كان عايز ان هو يحقق اهداف عسكريه وسياسيه واقتصاديه. يبقى اول حاجه كان عايز يحقق اهداف عسكريه واقتصاديه، وكمان يا سيدي هقول له ايه؟ وهقول له كده كمان سياسيه. طيب ما تديني حاجه من الحاجات اللي هو عملها لي. هقول له كده يا سيدي ان هو هنا يعني اكتشف منابع نهر النيل. يبقى منابع نهر الايه؟ منابع نهر النيل. وعمل مدينه كده اسمها الخرطوم طبعا. يبقى اكتشف مدينه طبعا، اكتشف منابع نهر النيل. وطبعا يا سيدي عمل مدينه اسمها مدينه الايه؟ مدينه طبعا الخرطوم. دي كده الحاجات اللي محمد علي عملها لي من حروب يا سيدي الايه؟ حروب السودان. خد بالك منها لان هي يعني ايه؟ مهمه جدا. طيب انما حروب الشام هقول له كده ان محمد علي وصل لاعالي نهر الفرات، دي مهمه جدا اهو. يبقى وصل ليه اعالي نهر كده اسمه نهر الفرات. يبقى وصل محمد علي إلى عالي نهر الفرات. طيب امتى تحديدا؟ هتقول لي كده يا سيدي أيام طبعا حروب الشام. يبقى حروب الشام الأولى والثانية محمد علي عرف إن هو يوصل لإيه؟ يوصل لأعالي نهر الإيه؟ نهر الفرات. ودي كده يا سيدي الحروب اللي كانت موجودة أيام محمد علي والمعارك اللي حصلت أيامه كلها. طيب بعد كده يا سيدي هنبدأ طبعا نتكلم عن المعارك اللي حصلت طبعا أيام الثورة العرابية، ودي كده عندنا ثلاثة. يبقى الحاجات اللي حصلت أيام الثورة العرابية عندنا فيها ثلاثة بالظبط، ثلاث معارك حصلوا أيام الثورة العرابية. تعالى دلوقتي لما أقولهم لك كلهم بس ركز معايا. بص يا سيدي، أول حاجة هتقول لي كده معركة كفر الدوار أهو، هنقسمها لثلاث حاجات أهو. يبقى أول معركة عندنا اسمها كفر الدوار. والمعركة التانية طبعا وهي القصاصين. ورقم ثلاثة هقول لك كده يا سيدي التل الكبير. يبقى التل الكبير. بص يا سيدي في معركة كفر الدوار دي بدأ طبعا الخديوي توفيق هو اللي كان موجود في الوقت ده. حلو حلو. فبدأ طبعا يطلب من أحمد عرابي إن هو يكف عن كل الاستعدادات الحربية ويجي طبعا يحضر إلى رأس إيه؟ إلى قصر رأس التين. ولكن طبعا يا سيدي أحمد عرابي بيقول لك إن هو رفض. فلما رفض احمد عرابي في الوقت ده قال لك ان توفيق بيقول لك ان هو خلعه يا سيدي عندنا من ايه؟ من وزارة الحربية. مش بس كده، واتهموا ان هو عاصي للاوامر العسكرية. طيب وبدأ طبعا احمد عرابي ان هو يعترض، وبدأ ان هو يخش مع الانجليز. فقال لك يا سيدي ان هو عرف ان هو يتصدى ليهم. يبقى نجا احمد عرابي في التصدي طبعا للانجليز في معركة كفر الايه؟ كفر الدوار. فالانجليز راحوا من قناة السويس. يبقى الانجليز راحوا منين؟ من قناة السويس علشان يخشوا منها اهو. يبقى قناة السويس. طيب قناة السويس بقى انت عندك فيها حاجة مهمة، اللي هو مين؟ ديليسيبس. ديليسيبس ده بيقول لك ان هو خان احمد عرابي، ودخل طبعا مين؟ ودخل طبعا يا سيدي عندنا الانجليز من قناة السويس، واحتلوا يا سيدي عندنا مدينة اسمها ايه؟ الإسماعيلية. خد بالك بقى ان طبعا الإسماعيلية دي قال لك ان هم اتخذوها قاعدة لهم. قاعدة لهم مهم جدا دي بقى. يبقى يقول لك كده المدينة اللي هم الانجليز اتخذوها كقاعدة لهم هتقول لهم كده الإسماعيلية. مهمة جدا دي، خد بالك منها اهو. طيب وبعد الإسماعيلية دخلوا طبعا في القصاصين واخدوها برضو وبعد كده احتلوها.
وبعد كده عندنا يا سيدي معركة التل الكبير. معركة التل الكبير هنعرف فيها حاجتين. الحاجة الأولى طبعا حاجة كده بسميها عصيان عرابي. طب مين هو اللي نزل عصيان عرابي؟ هتقول لي كده يا سيدي السلطان العثماني. فلما نزل عصيان عرابي ده كده أضعف الروح المعنوية، يبقى هو أضعف الروح المعنوية للمقاتل طبعا الايه المصري. وده كان سبب في هزيمة يا سيدي وهزيمة طبعا أحمد عرابي وفشل الثورة العرابية. رقم اتنين هنتكلم عن البطولات الخالدة اللي حصلت طبعا أيام مين؟ اللي حصلت يا سيدي عندنا أيام إيه؟ أيام طبعا التل الكبير. طيب مين هو الراجل ده؟ كان اسمه الضابط محمد عبيد، خد بالك منه. يقول لك كده صاحب البطولات الخالدة، هقول له كده الضابط محمد عبيد اللي صمد هو وقواته تمام لحد طبعا لما استشهد هو ومعظم طبعا ايه قواته. ده كده بالنسبة للحاجات المهمة والمعارك اللي موجودة طبعا عندنا في كل المنهج كله. يعني كل دي المعارك اللي حصلت بأهم الحاجات اللي موجودة طبعا ايه اللي موجودة عندنا. طيب رقم اتنين هنتكلم يا سيدي عن ايه؟ هنتكلم دلوقتي عن الثورات اللي حصلت في المنهج كله، وهقول لك برضو اهم الحاجات اللي موجوده في كل واحده. ركز بقى معايا. يبقى دلوقتي هنتكلم عن اهم الثورات اللي موجوده عندنا وحصلت في المنهج ايه المنهج كله. ركز معايا فيها واقول لك على كلها بالتفصيل ان شاء الله. بص يا سيدي، اول طبعا يا سيدي ثوره عندنا ثوره كده ايام الحمله الفرنسيه. اتنين او هنقسمها اتنين ايام الحمله الفرنسيه اهو. الثوره الاولى بسميها طبعا ثوره القاهره الاولى، يبقى ثوره القاهره الاولى. ورقم اتنين بسميها يا سيدي ثورة القاهرة الثانية. يبقى ثورة القاهرة الأولى وثورة طبعا القاهرة الإيه الثانية. هقول لك دلوقتي على أهم الحاجات المهمة في كل واحدة. ثورة القاهرة الأولى المقر بتاعها كان طبعا هقول له كده الأزهر الشريف. إنما طبعا ثورة القاهرة الثانية هقول له كده كان حي بولاء. يبقى ده كان الأزهر الشريف، إنما الثاني كان حي مين؟ بولاء. ثورة القاهرة الأولى اللي كان موجود طبعا نابليون. انما ثوره القاهره الثانيه اللي موجود كان كليبر. الحاجتين المتشابهتين طبعا في الثورتين دول وهو طبعا التعامل مع الثوره وفرض الضرائب. يبقى الحاجتين اللي هم مشتركتين ما بين الثورتين اللي هو فرض الضرائب يا سيدي. طيب انما يا سيدي يقول لك تم تحصين، خد بالك، تم تحصين القاهره. هم قاموا بتحصين طبعا مدينه القاهره بعد ثوره القاهره الاولى. وفي واحد اتقتل في ثورة القاهرة الأولى بسميه كده دي بوي. في بعض الناس ما تعرفوش دي بوي ده كان حاكم طبعا الايه الحاكم بتاع القاهرة الفرنسي، قال لك ان هو اتقتل. طيب وثورة القاهرة الثانية تم تدمير اهو حي بولاء. يبقى تم تدمير حي بولاء في ثورة طبعا القاهرة الايه القاهرة الثانية. طيب رقم ثلاثة عندنا ثورة تانية بنسميها يا سيدي ثورة ايه؟ او يبقى ثورة الشعب المصري 1805. الثورة دي مهمة جدا جدا جدا. طب الثورة دي يا مستر ايه اللي حصل فيها؟ هقول له كده كانت موجودة طبعا لما محمد علي انضم لمين؟ هقول له كده يا سيدي محمد علي طبعا انضم طبعا الى ايه؟ انضم الى العلماء والمشايخ. يبقى اقول له كده ان محمد علي انضم طبعا للايه؟ للعلماء وكمان انضم يا سيدي للمشايخ. حلو حلو. طيب ايه اللي حصل تاني؟ تعال اما اقول لك. قال لك يا سيدي ان هو طلب ان هو يعين خورشيد باشا اهو. يبقى طبعا هقول له كده طلب ان هو يعين مين؟ طلب ان هو يعين خورشيد باشا. حلو. وكمان يا سيدي يقلل الضرائب على الناس. يبقى طلب ان هو تعيين خورشيد باشا ويقلل طبعا الايه الضرائب على الناس. ده كده بالنسبه لثوره الشعب المصري. طيب النتائج يا سيدي بتاعتها خد بالك منها. خد بالك طبعا من النتائج بتاعتها لان هي مهمه جدا. قال لك ان محمد علي طبعا كسب عطف الشعب المصري. يبقى كسب طبعا عطف الشعب المصري فنظروا إليه أن هو رجل عادل ويكره الظلم. يبقى نظروا إلى محمد علي على أن هو إيه؟ رجل عادل ويكره الإيه؟ ويكره طبعا يا سيدي الظلم. ده كده اللي حصل أيام ثورة الشعب المصري 1800 وكام؟ 1805. طيب الحتة اللي مهمة برضو هنا لازم حضرتك تكون يعني إيه؟ عارفها وعارفها كويس جدا كمان.
طيب هي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن تولية محمد علي. السؤال ده مهم جدا، بيجي في الامتحان كتير قوي. طب سنة كام يا سيدي؟ قال لك كده 13 مايو 1805. طب مين اللي اجتمع؟ هقول له كده طبعا اجتمعوا العلماء، وكمان يا سيدي نقباء الطوائف. طب اجتمعوا فين؟ في دار المحكمة. طيب اجتمعوا فين تاني؟ او بيت طبعا يا سيدي القاضي. يبقى دار المحكمة او بيت القاضي. فلما اجتمعوا كانوا عايزين يشيلوا مين؟ خورشيد. طب يحطوا مين مكانه؟ محمد علي. يبقى كانوا عايزين يشيلوا خورشيد باشا ويحطوا محمد علي. علشان كده يا سيدي اليوم ده بنعتبره يوم مهم جدا في تاريخ المصريين، لان هو كان لاول مره بيتم تعيين والي. حلو الكلام. يبقى اول مره بيتم تعيين والي. حلو. وقال لك يا سيدي وعزل والي اخر. يبقى يتم تعيين والي وعزل والي اخر باراده طبعا مين؟ باراده الشعب. يبقى كان لاول مره يتم تعيين والي وعزل والي اخر طبعا باراده مين؟ الشعب. علشان كده السلطان العثماني هينزل فرمان طبعا بايه؟ هينزل فرمان بتوليه محمد علي يا سيدي، يكون ايه؟ على طبعا حكم مين؟ على حكم مصر. يبقى دي ثوره الشعب المصري 1804 بتكون مهمه جدا. طيب كده ناقص لنا ثورتين بس مش هنقولهم دلوقتي. هنقولهم طبعا يعني ايه في وسط احداث الكلام اللي احنا بنشرحه. طيب اللي هي طبعا الثوره العرابيه، وكمان يا سيدي ثوره 1919، لان طبعا الثورتين دول ده درس كامل. فطبعا واحنا شغالين هنبدأ نتكلم على كل واحدة منهم، ولكن يعني ايه؟ بطريقة مختلفة. طيب اخر حاجة عندنا في الجزئية دي قبل طبعا ما اللينك يفصل علينا، لان اللينك خلاص فاضل له يعني دقيقتين. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا قبل ما اللينك يفصل علينا طبعا. طب الحاجة دي يا مستر بتتكلم عن ايه؟ تعالى ما اقول لك عليها. اولا كده بتتكلم يا سيدي عن الحركات الانفصالية، ولازم طبعا حضرتك تكون يعني ايه؟ لازم تكون عارفها. اللي هي حركة علي بيك الكبير. بص يا سيدي، علي بيه الكبير ده طبعا كان من المماليك. حلو حلو. كان عايز ينفصل طبعا عن الدولة العثمانية، يبقى كان من المماليك وكان عايز ينفصل عن مين؟ عن الدولة العثمانية. حلو. طيب اللي كان بيساعده في الكلام ده اسمه كده محمد بيك، محمد بيك ابو الدهب. حلو. طيب وكمان يا سيدي راح تحالف مع واحد كان اسمه ظاهر العمر، وده كان حاكم طبعا جنوب الشام. الشخصيتين دول مهمين جدا. يبقى دلوقتي عندنا علي بيك الكبير ده كان صاحب الحركة الانفصالية، وكان عندنا محمد بيك أبو الدهب ده طبعا كان النائب بتاعه واللي كان بيساعده، وعندنا ظاهر العمر اللي هو طبعا كان حاكم جنوب الشام. حلو. طيب فبيقول لك ان فشلت الحركة بتاعته، لان محمد بيك أبو الدهب بيقول لك اللي هو انحاز. تمام. لمين؟ للسلطان العثماني. فلما يا سيدي انحاز للسلطان العثماني بيقول لك ان هو فشلت حركه علي بيك الايه؟ الكبير الانفصاليه. يبقى دلوقتي هل نجحت علي بيك الكبير الحركه بتاعته فشلت؟ هقول له لا. فشلت حركه علي بيك الانفصاليه بسبب انحياز محمد بيك ابو الدهب للسلطان العثماني. ففشلت طبعا الايه؟ الحركه دي. كده الحركات الانفصاليه اللي ظهرت عندنا واللي كانت مذكوره عندنا في المنهج بتاعنا، وانا عايز اقول لكم ان هي يعني ايه؟ من ضمن الحاجات اللي هي مهمة جدا. اتكلم عن أهم المذابح اللي حصلت عندنا في المنهج. بصوا أهو، ممكن مثلا نكتبها هنا في النص كده أهو. يبقى أهم المذابح اللي حصلت يا سيدي عندنا في المنهج. أنت عندك كده مذبحتين. تمام. هقول لك على ظروف كل واحدة والحاجات اللي إيه؟ الحاجات المهمة اللي فيها. بس ركز، بس أنت حضرتك ركز معايا كده وهتلاقي الدنيا إن شاء الله يعني إيه؟ سهلة. بص يا سيدي، المذبحة رقم واحد واللي لازم برضو تكون عارفها، اللي انا بسميها كده تمام مذبحة يا سيدي ايه؟ مذبحة يافا البشرية. يبقى رقم واحد هقول له مذبحة يافا البشرية. طيب والمذبحة الثانية يا سيدي بسميها كده مذبحة طبعا الايه؟ مذبحة القلعة. يبقى دلوقتي حضرتك انت عندك مذبحتين حصلوا في المنهج. المذبحة رقم واحد بسميها طبعا مذبحة يافا البشرية.
والمذبحه رقم 2 بسميها مذبحه الايه؟ مذبحه القلعه. تعالى دلوقتي لما اقول لك اهم الحاجات اللي موجوده في كل واحده. بص يا سيدي، بالنسبه لمذبحه يافا البشريه، كانت موجوده طبعا ايام الحمله الفرنسيه. يبقى كانت موجوده ايام الحمله طبعا الايه؟ الفرنسيه. حلو حلو. طيب مين كان قائد الحمله؟ هتقول لي كده نابليون. يبقى ده كان موجود طبعا ايام الايه؟ ايام الحمله الفرنسيه. يبقى مين هو اللي كان قائد الحمله؟ هتقول لي كده نابليون هو اللي كان طبعا ايه؟ قائد الحمله يا سيدي الفرنسيه. جميل جدا. طيب نابليون يا سيدي عمل ايه في اهل يافا؟ بص، نابليون طلب منهم طبعا ان هم يسلموه المدينه بشرط طبعا ان هو يامنهم على انفسهم اول ما يخشوا. ولكن طبعا نابليون اول ما دخل يافا بيقول لك ان هو عمل ايه يا سيدي؟ قال لك ان هو اعدم جميع حاميته. تمام، دي بسميها مذبحه يافا البشريه. علشان كده طبعا اهالي عكا بقياده احمد الجزار، احمد باشا الجزار، بيقول لك ان هم كانوا بيستبسلوا بقياده احمد باشا الجزار، لان هم طبعا شافوا اللي حصل في ايه؟ في اهل يافا. طيب، انما مذبحه القلعه كانت موجوده ايام عمك محمد علي. تمام، لان طبعا يا سيدي المماليك كانوا بيمثلوا فوضى زائد اضطرابات. عشان كده محمد علي كان عايز طبعا ان هو ايه؟ يتخلص منهم، فتخلص منهم محمد علي في مذبحه الايه؟ في مذبحه القلعه. ده كده المذابح اللي موجوده عندك في المنهج كله. عندك مذبحه يافا البشريه، وكمان عندك يا سيدي ايه؟ مذبحه طبعا القلعه اللي حصلت ايام مين؟ اللي حصلت ايام محمد علي. طيب، بعد كده هنتكلم يا سيدي عن ايه؟ عن بعض نتائج الحمله الفرنسيه، لان انا شايف ان هي مهمه. هقول لك على الحاجات المهمه اللي فيها او نتائج الحمله الفرنسيه. انا شايف ان في بعض النتائج طبعا مهمه وبتيجي على طول في الامتحان. هقول لك على ابرز الحاجات اللي موجوده عندك. تمام، في نتائج يا سيدي الحمله الفرنسيه، بس ركز فيها. بص، اول حاجه في النتائج طبعا، ابرز النتائج بسميها كده النتائج العلميه. تمام. طيب رقم 2 برضو اللي انا شايفها مهمه، اللي هي يا سيدي في الحكم والاداره. طيب رقم 3 يا سيدي، اللي هي في الحياه الاقتصاديه، النتائج الاقتصاديه يعني. دي كده من ابرز الحاجات اللي موجوده عندك في نتائج الحمله الفرنسيه. بص بقى يا سيدي، دلوقتي بالنسبه للنتائج العلميه انت عندك شويه معلومات مهمه. يعني مثلا يا سيدي ان هم كانوا عايزين يشقوا قناه. القناه دي طبعا اللي هي تربط بين البحر الاحمر والمتوسط. طيب، كمان يا سيدي كتاب طبعا ايه؟ كتاب وصف مصر. وكمان يا سيدي من ضمن الحاجات المهمه اكتشاف طبعا ايه؟ حجر رشيد. طب الحته المهمه لما اكتشفوا حجر رشيد، اتعرفوا على التاريخ المصري القديم. يبقى لما تم اكتشاف حجر رشيد تم التعرف على ايه؟ على التاريخ المصري القديم. يبقى عندما تم اكتشاف حجر رشيد تم التعرف على التاريخ المصري ليه؟ القديم. انما في الحكم والإدارة، نابليون بيقول لك ان هو عمل الدواوين. علشان يعمل ايه بقى؟ قال لك علشان طبعا يدرب. هيدرب مين؟ العلماء. طب هيدربهم على ايه؟ قال لك يا سيدي طبعا هيدربهم على نظام مجالس الشورى وتلقي الآراء. يبقى نظام مجالس الشورى وتلقي الايه؟ الآراء. وده طبعا هيعود بالنفع على الأهالي. السؤال ده بيجي كتير جدا، لازم اخد بالي منه. طب بالنسبة للحياة الاقتصادية، انت عندك زراعة وصناعة وتجارة. يبقى عندك زراعة وصناعة وتجارة. اهم الحاجة اللي فيها بصراحة وهي التجارة، لان احنا في التجارة هنا فتحنا طبعا اسواق خارجية. الأسواق الخارجية طبعا دي مع البحر الأحمر ودارفور والحبشة. فهنا يجي لك بقى سؤال مهم جدا في التجارة بالذات. التجارة أيام الحملة الفرنسية يقول لك كده إن التجارة يا سيدي كانت متناقضة. طب ليه التجارة كانت متناقضة أيام الحملة الفرنسية؟ لأن أنت عندك يا سيدي توقفت التجارة الخارجية أيام إيه؟ معركة أبي قير البحرية. وتم فتح طبعا أسواق خارجيه. يعني التجاره كانت كويسه، هي بقت كويسه. حلو. لما طبعا يا سيدي فتحنا اسواق ايه؟ اسواق خارجيه، يبقى كانت كويسه. وبالتالي طبعا يا سيدي ايه؟ ده بسميه تناقض. يبقى ده بسميه تناقض ما بين الايه؟ التجاره ايام يا سيدي الايه؟ ايام طبعا الحمله الفرنسيه. خد بالك منها طبعا لان هي مهمه جدا. طيب،
ركز بقى في الحتة اللي جاية دي عشان تعتبر الزتونة بقى. ركز في الحتة اللي جاية دي لأن هي مهمة قوي قوي قوي. هكلمك يا سيدي عن أهم الفرمانات اللي حصلت في المنهج كله. هكلمك عن أهم الفرمانات اللي حصلت عندك في المنهج كله إن شاء الله، بس ركز معايا. أهم الفرمانات اللي حصلت في المنهج كله إن شاء الله. بص بقى يا سيدي، أول حاجة دلوقتي أهو نكتب بس كده أهم الفرمانات. بص بقى وركز معايا عشان طبعا الفرمانات دي مهمة جدا. عندك كم فرمان؟ عندك يا سيدي 4 فرمانات حصلوا عندك في المنهج. طب يا مستر انا عايز اعرفهم، اعرفك عليهم، حاضر عينيا، بس ركز بس انت معايا. بص، اول فرمان اللي حصل طبعا سنة 1805. طب الفرمان ده كان بيقول ايه؟ قال لك يا سيدي تولية محمد علي على حكم مصر. طيب مين اللي اخذ الفرمان ده؟ كل الفرمانات اللي بياخدها السلطان العثماني. يبقى الفرمان ده كان بيقول ايه؟ تولية محمد علي طبعا ايه؟ على حكم مصر، والكلام ده كله بعد لما اجتمعوا في دار المحكمة او بيت القاضي. طب الفرمان الثاني هقول له كده يا سيدي كانت سنة 1806. طب الفرمان ده كان بيقول انا عايز افهم، تعال اما اقول لك. قال لك يا سيدي طبعا ده نقل محمد علي، نقل محمد علي. طب فين؟ الى ولايه كده اسمها سالونيك بمقدونيا. يبقى نقل محمد علي الى ولايه سالونيك بمقدونيا، ولكن طبعا النقل ده ما تمش لان الشعب المصري وقف بجانب محمد علي. تمام. فالنقل ده يا سيدي قال لك ان هو ما تمش، وتم تثبيت محمد علي ايه؟ على حكم مصر. طيب الفرمان اللي بعد كده كان سنه كام؟ 1841. هنا انت عندك اتنين بعد معاهده كده اسمها معاهده لندن الدوليه. يبقى الفرمان ده حصل امتى؟ بعد معاهده لندن الدوليه. طب يا مستر قول لي ايه اللي حصل فيه. بص يا سيدي، لو قال لك الفرمان الاولاني هتقول له كده ان يكون حكم مصر، اهو مصر، وراثيا لاكبر ابناء مين؟ محمد علي. يبقى ان يكون حكم مصر وراثيا لاكبر ابناء محمد علي سنا من الذكور. طب الفرمان الثاني بيقضي على ولاية محمد علي على السودان. يبقى دلوقتي عندك سنة 1841 عندك فرمانين. الأولاني أن يكون حكم مصر وراثيا لأكبر أبناء محمد علي سنا من الذكور. إنما الفرمان الثاني أقول له كده طبعا يا سيدي إن طبعا محمد علي أخذ الإيه؟ أخذ السودان كمان. طيب الفرمان الأخير في المنهج هقول له كده يا سيدي يونيو أهو سنة 1800، خد بالك 79. طب هل الفرمان ده مهم؟ اقول لك طبعا مهم جدا. طب ليه مهم جدا؟ تعال اما اقول لك. اولا كده في بعض الناس انا متاكد ان هي حاضره معايا دلوقتي وما تعرفش الفرمان ده اللي حصل فيه، انا متاكد والله. بص يا سيدي، الفرمان ده اللي تم طبعا ايه؟ عزل اسماعيل، تمام، وتوليه مين؟ توفيق. يبقى الفرمان ده يا سيدي اللي تم ايه؟ تم فيه عزل اسماعيل وتوليه طبعا مين؟ توليه توفيق باشا يكون طبعا ايه؟ واليا على مصر. لما طبعا الخديوي اسماعيل عمل مرسوم، تمام، بتسويه الديون طبقا لما قررته اللائحه الاساسيه. فطبعا يا سيدي انجلترا وفرنسا ما عجبهاش الكلام ده، فضغطت على السلطان العثماني، فتم عزل طبعا اسماعيل وتولية مين؟ وتولية مكانه ابنه توفيق. ده كده اهم الفرمانات اللي موجودة عند حضرتك في المنهج كله ان شاء الله. طيب هكلمك دلوقتي يا سيدي عن اهم طبعا المراسيم. خد بالك اهم المراسيم اللي حصلت عندنا في المنهج كله. طيب وخد بالك بقى لان التواريخ اللي فيها دي بقى مهمة المرة دي. التواريخ اللي انا هقول لك عليها دلوقتي حالا بصراحة يعني مهمة. طيب قول لي بقى يا سيدي، بص، اول حاجة عندك بالنسبة لي المراسيم اللي حصلت طبعا في المنهج كله. اول مرسوم كده خد بالك منه والتاريخ بتاعه مهم جدا، اللي هو سنة كام؟ قال لك يا سيدي اغسطس 1000 كام؟ 878. طب هل يا ترى كده الفرمان ده او المرسوم ده كان بيقول ايه؟ تعالى كده لما اقول لك. المرسوم ده طبعا يا سيدي كان بيقول اللي هيكون فيه وزارة مختلطة اللي هي وزارة ايه؟ نوبار باشا. يبقى هيتم عمل وزارة مختلطة
اللي هي طبعا بسميها وزارة ايه؟ وزارة نوبار باشا. ده كده بالنسبة للمرسوم رقم واحد. المرسوم الثاني هقول له كده يا سيدي كان ابريل 79. يبقى ابريل 79. ودي كده لما قالوا ايه؟ تسوية الديون. يبقى تسوية الديون طبقا لما قررته اللائحة الأساسية. طيب المرسوم اللي بعد كده يا سيدي يناير 78. طيب اللي حصل هنا بقى ايه؟ هقول له كده يا سيدي طبعا لجنة التحقيق العليا. يبقى لجنة التحقيق العليا لما قالوا طبعا كده ايه؟ هتكون اطيان الخديوي اسماعيل واطيان عيلته هنحطها تحت ايه؟ تحت وزارة مسؤولة، وهنديله مخصصات طبعا ايه؟ يصرف منها. طيب المرسوم اللي بعد كده يا سيدي كان امتى بالظبط؟ كان في مايو 76. طيب في مايو 76 ايه اللي حصل؟ هقول له كده صندوق الدين. صندوق الدين. طيب هو صندوق الدين ده يا مستر كنا بنقول عليه ايه؟ بص يا سيدي، كنا بنقول عليه كده طبعا خزانة اهو فرعية. يبقى خزانة فرعية بجانب الخزانة الأساسية. ده بسميه طبعا يعني ايه؟ صندوق الدين. طيب المرسوم الأخير عندنا يا سيدي، آخر واحد طبعا عندنا نوفمبر 76. يبقى نوفمبر 1876. خد بالك بقى من المرسوم ده كده وتعالى اما اقول لك ايه اللي حصل فيه. بص المرسوم ده يا سيدي هنعين مراقبين اجنبيين، واحد فرنسي وواحد بريطاني. الفرنسي ده هيكون طبعا ايه؟ مصروفات. انما البريطاني ده واردات. ده كده بالنسبه للمراسيم اللي اتذكرت عندك في المنهج كله. وخد بالك لان التاريخ ده مهم، التواريخ بتاعتها مهم. وكل المراسيم دي حصلت طبعا ايام مين؟ ايام الخديوي ايه؟ الخديوي اسماعيل. يبقى كل المراسيم دي حصلت ايام الخديوي اسماعيل، فناخد بالنا منها كويس جدا. بعد كده يا سيدي هكلمك عن اهم الانذارات اللي حصلت عندك في المنهج كله. هكلمك عن اهم الانذارات اللي حصلت عندك في المنهج كله. بص يا سيدي، الانذار الاولاني اهو الانذارات. الانذار رقم واحد لازم تكون عارفه ان هو كان امتى؟ يوليو 1882. انا متاكد برضو ان يعني ايه الانذار ده في بعض الناس، مش هنقول كل الناس يعني، هنقول بعض الناس ما تعرفوش، بس انا اقول لك عليه دلوقتي. الانذار ده يا سيدي لما بريطانيا اديت طبعا انذار للحكومه المصريه بضرب الاسكندريه. لما طبعا كان في بعض المدافع عند الايه؟ عند يا سيدي على الاسكندريه. فطبعا طلبوا ان احنا نشيل المدافع دي، بس احنا طبعا رفضنا. فهم ادوا لنا انذار بضرب مدينه الايه؟ الاسكندريه. وبالفعل بيقول لك ان هم ضربوها. ده كده الانذار رقم واحد عندك في المنهج. طيب الانذار الثاني يا سيدي واللي حصل طبعا اللي انا بسميه ايه؟ انذار سنه كام؟ نوفمبر اهو 1924. طب الانذار ده فيه يا مستر ايه اللي حصل؟ قال لك في واحد كده كان اسمه السير ليستاك، بيقول لك ان هو اتقتل. فلما السير ليستاك ده اتقتل طبعا قدموا انذار للحكومه المصريه، تمام، ان هي تسحب ايه؟ سحب. خد بالك من دي بقى مهمه جدا. يبقى سحب الجيش من السودان. طب مين اللي كان موجود دلوقتي؟ ورئيس الوزراء سعد اللي كان موجود، سعد زغلول. طب هل هو وافق؟ لا، رفض. طب مين هو اللي هيجي مكانه؟ زيور باشا. وده اللي هيتسحب الجيش المصري في عهده من السودان. يبقى زيور باشا اللي هيتم سحب الجيش المصري من السودان في عهده. طب زيور باشا ده يا مستر كان لازمته بيعمل ايه يعني قبل ما يشكل وزارة؟ كان رئيس مجلس الشيوخ اهو. يبقى كان رئيس مجلس الشيوخ طبعا قبل ما يتم تشكيل الايه؟ تشكيل الوزارة. طيب يبقى تم سحب الجيش المصري من السودان في عهد مين؟ زيور باشا. طيب رجع الجيش المصري للسودان امتى؟ هتقول لي كده معاهدة 36. طيب الانذار الاخير اللي عندنا اللي انا بسميه طبعا يا سيدي انذار سنة 1942. لما طبعا الحكومة البريطانية، تمام، ادت انذار للحكومة المصرية طبعا وللملك فاروق اللي كان موجود في الوقت ده
ان هي تجيب حكومة مين؟ مصطفى النحاس. ده كده بسميه الانذار سنة 1900 كام؟ 42. طيب الانذار ده يا سيدي اللي انا بسميه فبراير، حادث فبراير 1942، لما الحكومة طبعا البريطانية كانت عايزة مصطفى النحاس علشان يساعدها في الحرب العالمية الثانية، فالملك فاروق كان بيماطلها، وبعد كده يا سيدي قبل الانذار، وبدأ ان هو ايه، يجيب حكومة مصطفى النحاس علشان ايه، تشكل الوزارة. ده كده الانذارات اللي موجودة عندك ان شاء الله في المنهج ايه، في المنهج كله. طيب الحوادث بقى يا سيدي اللي موجودة عندي برضو ولازم اكون داخل الامتحان وانا عارفها، ولو مرتبطة بأي حدث برضو هتلاقيني بقول لك عليه اهو. يبقى اقول له كده طبعا يا سيدي اهم الحوادث. بص يا سيدي بقى، اول حادثة عندك كده بسميها حادثة الاسكندرية اهو. يبقى حادثة الاسكندرية. طب حادثة الاسكندرية ده يا مستر ايه اللي حصل يعني؟ لما كان طبعا عندنا واحد مصري، وكان طبعا يا سيدي عندنا واحد اجنبي، والاتنين موتوا بعض، ده موت ده وده موت ده. حلو. فطبعا توفيق يا سيدي بدأ ان هو اهو يروح هناك علشان يهدي الاوضاع. فبعد طبعا لما راح هناك يا سيدي، كان عندنا مؤتمر كده بعديها على طول اسمه مؤتمر الأستانة، مهم جدا ده. ومؤتمر الأستانة ده اتعمل ليه؟ هقول له كده للنظر اهو، للنظر في القضية المصرية. يبقى دلوقتي مؤتمر الأستانة اتعمل ليه؟ هقول له كده للنظر في القضية المصرية. خد بالك في مؤتمر الأستانة ده مهم جدا جدا جدا. طيب بعد كده يا سيدي الحادثة الثانية اللي أنا بسميها كده حادثة دنشواي أهو. دنشواي. وتعالى ما أقول لك برضو اللي حصل فيها. أولا كده كان عندنا مصطفى كامل، قال لك ان هو ندد بحادثه دنشواي، فتم طبعا يعني ايه، استقاله اللورد كرومر. بس كده دي الحاجات اللي انا عايزك تعرفها لي في حادثه دنشواي. وده كده بيكون من اعمال مصطفى كامل الخارجيه. طيب الحادثه الثانيه يا سيدي بسميها كده حادثه قصر النيل. وانت طبعا عارف ان احمد عرابي هو اللي كان موجود في الوقت ده، عرابي اهو، لما كان هو وزملائه عايزين يقدموا شكوى طبعا لان عثمان باشا رفقي كان بيضطهدهم. طب النتائج بتاعتها، قال لك يا سيدي ان قبل الخديوي توفيق طبعا الايه، المطالب بتاعت عرابي، وتم عزل مين؟ عثمان رفقي. وده كان ماسك الحربيه في الوقت ده. يبقى تم عزل عثمان باشا رفقي امتى تحديدا؟ هتقول لي كده طبعا بعد حادثه قصر النيل، وجابوا مكانه البارودي. يبقى جاب مكانه مين؟ البارودي. طيب الحادثه الاخيره عندنا، انا لسه ممكن اكون يعني قايل لك عليها لسنه 1942، لما بريطانيا قال لك ان هي حصرت طبعا مين؟ قال لك ان هي حصرت يا سيدي القصر بتاع الملك فاروق بالدبابات علشان تجيب حكومه مين؟ مصطفى النحاس. يبقى دلوقتي هقول له كده في حادثة 1942 محاصرة قصر عابدين بالدبابات علشان يجيبوا حكومة مين؟ يجيبوا عندنا حكومة مصطفى طبعا الايه؟ مصطفى النحاس. خد بالك من دي برضو يعني ايه، مهمة جدا. دي كده كل الحوادث اللي ظهرت عندك في الايه؟ اللي ظهرت عندك في المنهج كله. ادهم خد بالك يا ادهم من المايك بتاعك بعد كده يا ادهم. خد بالك يا ادهم من المايك بتاعك. طيب بص بقى يا سيدي، الحاجات بقى اللي لازم يجيب لك فيها سؤال في الامتحان يعني، وهي الوزارات. الحاجات اللي لازم يجيب لك فيها سؤال في الامتحان وهي الوزارات اللي كانت موجودة. تعال اما اقول لك على ترتيب الوزارات كلها ان شاء الله، كل ترتيب الوزارات والحاجات المهمة في كل واحدة فيها. خد بالك بقى لان دي مهمة جدا. ترتيب الوزارات ده بيكون في غاية الأهمية. هقول لك على كل ترتيب الوزارات، حلو، من الألف لحد الياء. بص يا سيدي، اول وزاره عندنا كده، تعال ناخدها بالترتيب، وليكن مثلا اهو ادي رقم واحد، وزاره مين؟ نوبار باشا. طيب وزاره نوبار باشا ده كان موجود ايام مين؟ اسماعيل، اللي انا بسميها طبعا الوزاره الايه، المختلطه. طيب رقم اتنين، هنتكلم ايام يا سيدي توفيق باشا. حصل يعني في عهده شويه وزارات. اول واحده عندنا وزاره رياض باشا. طيب
الراجل ده كان وزير الحربيه طبعا في عهده، هقول له كده كان مين يا سيدي؟ عثمان رقم واحد. طب ورقم اتنين هتقول لي كده البارودي. يبقى عندك عثمان بشريفي رقم واحد، رقم اتنين البارودي. وطبعا كان في سوء في الاحوال الاقتصاديه في عهد وزاره رياض باشا. طيب رقم ثلاثة والوزاره عندنا الثالثه يعني، تمام، اللي حصلت ايام توفيق، اللي حصلت ايام يعني عموما توفيق هتبقى رقم اتنين في عهده، هقول له كده وزاره شريف باشا. او طب مين هو كان وزير الحربيه؟ هتقول لي كده طبعا محمود سامي البارودي هو كان وزير الحربيه. طب الراجل ده في حته مهمه في عهده، هقول له كده لم يتم مناقشه الميزانيه في عهده. طب ليه يا سيدي؟ حتى لا يصطدم مع الدول الاوروبيه. طيب رقم أربعة عندنا يا سيدي وزاره مين؟ البارودي. طب مين هو كان وزير الحربيه؟ عمك احمد عرابي. طب الحته المهمه اللي في ايام البارودي هتقول لي كده يا سيدي اللي احنا بنسميها وزاره الثوره. مهمه جدا دي. ورقم اتنين هتقول لي كده قام بمناقشة، يبقى ناقش الميزانية. طيب الوزارة عندنا اللي بعد كده يا سيدي بعد طبعا البارودي، خد بالك بقى من رقم خمسة دي مهمة اهو. رقم خمسة بسميها وزارة يا سيدي راغب باشا. طب ليه يا مستر انت قلت لنا مهمة؟ بص، الوزارة دي جت امتى تحديدا؟ ايام حادث الاسكندرية، او يبقى حادث الاسكندرية. بس كده؟ لا مش بس كده، وكمان البلد قعدت اسبوعين دون وزارة. يبقى يقول لك الوزاره او البلد قعدت اسبوعين دون وزاره، هتقول له كده يا سيدي جبنا وزاره راغب مين؟ راغب باشا. طيب بعد كده يا سيدي بقى عندنا ايه؟ نبدا في ملك جديد طبعا. كان عندنا يا سيدي في الوقت ده طبعا واحد كان اسمه ايه؟ عدلي يكن. طب الحته المهمه اللي في عدلي يكن، هو عدلي يكن ده كان بيعمل مفاوضات مع مين؟ كيرزون. سميت طبعا بمفاوضات عدلي وكيرزون. يبقى سميت بايه؟ مفاوضات عدلي كيرزون. طيب بعد كده يا سيدي الوزاره رقم سبعة عندك، انا بقولهم لك بالترتيب، ها الترتيب بتاعه مهم جدا. هتقول لي كده اسمه عبد الخالق، عبد الخالق اهو ثروت. طيب عبد الخالق ده ثروت يا سيدي كان موجود امتى؟ هتقول لي كده كان موجود طبعا تصريح 28 فبراير. يبقى كان موجود امتى؟ ايام تصريح 28 فبراير لما عمل لجنه من 30 عضو علشان يحطوا الدستور. دي مرتبطه طبعا بايه؟ بعبد الخالق. طيب رقم 3 رقم 8 عمك سعد زغلول. يبقى سعد زغلول. بص بقى يا سيدي، سعد زغلول الوزاره بتاعته طبعا بسميها بوزاره الشعب، انما لو قال لك وزاره الثوره يبقى محمود سامي البارودي. طيب سعد زغلول بسميها اول وزاره برلمانيه، مهمه جدا دي. يبقى اقول له كده طبعا اهو يبقى اول وزاره برلمانيه. يبقى اول وزاره برلمانيه على طول هتقول له كده سعد زغلول. طب وزاره الشعب سعد زغلول. طيب يا سيدي زي الفل. بعد سعد زغلول عندنا طبعا مين؟ زور باشا. يبقى زور باشا. طب زور باشا انا قلت لك الحته المهمه اللي فيه، يبقى تم انسحاب الجيش المصري من السودان في عهده، مرتبط بالجيش المصري في السودان. طيب رقم 10 يا سيدي عندنا طبعا اسماعيل صدقي. طب هو عمك اسماعيل ده كان مرتبط بايه؟ بدستور 1930. اول لما جه لغى دستور 23، تمام، وعمل دستور 1930 اللي كان بيدي للملك العديد من السلطات. طيب اخر واحد عندنا في المنهج يا سيدي وهو طبعا مصطفى النحاس. طيب مصطفى النحاس ده كان مرتبط طبعا بمعاهدة 1936. هو اللي عمل المعاهدة، وهو طبعا اللي لغى المعاهدة. ولو قال لك رجع الجيش المصري للسودان في عهد وزارة مين؟ هتقول له برضو مصطفى النحاس. ده كده يا سيدي بالنسبة لمين؟ بالنسبة لترتيب الوزارات اللي عندك كلها في المنهج. تمام والله مهمة جدا جدا جدا. تمام يعني وخد بالك منها، عايز تعملها سكرين اعملها، عايز طبعا هي كده موجودة في الملزمة برضو مفيش مشكلة، زي ما انت حابب اعمل. بس اهم حاجة طبعا اللي انت يعني ايه تذاكرها لي كويس جدا قبل ما تخش الامتحان بتاعك، ولازم تكون عارفها. طيب بص بقى يا سيدي، كده ناقصنا حاجتين بس في التاريخ ونبقى احنا طبعا خلصنا في التاريخ. كده كده الجغرافيا لذيذه ما تقلقوش، انا هظبطها لكم برضو، بس نكون مركزين كويس. بس بص يا سيدي، اولا كده
في 3 حاجات لا يخلو من الامتحان. طب ايه يا مستر هم ال3 حاجات دول؟ اول حاجه هنتكلم عليها وهو دستور. خد بالك اهو، دستور 1923. ده كان له مميزات وكان له عيوب. يبقى كان له مميزات وكان له عيوب. طبعا من ضمن العيوب اللي هو اعطى للملك العديد من السلطات، دي طبعا احنا عارفينها، اللي هو السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. انما المميزات يا سيدي قال لك ان الامه هتكون مصدر السلطات، وده طبعا يكون فيه حريه، في ليه احترام الحريات العامه طبعا. وقال لك يا سيدي فيها الحقوق والواجبات كمان هيكون فيه ايه، احترام. ده كده بالنسبه للدستور بتاع 23. طيب رقم 2 برضو اللي لا يخلو من الامتحان، تصريح، خد بالك بقى، او تصريح 28 فبراير 22. التصريح ده لا يخلو من الامتحان، لا يخلو، خد بالك، من الامتحان. سواء طبعا قال لك النصوص، اللي هو طبعا يا سيدي الغاء الاحكام العرفيه طبعا واستقلال مصر، تمام، او يا سيدي التحفظات الاربعه، التحفظات الاربعه برضو مهمه جدا، او يا سيدي طبعا النتائج بتاعته. النتائج بقى مهمه لان بقى لينا وزاره خارجيه مصريه، دي سياسه خارجيه. طب رقم 2، السلطان فؤاد بقى ملك، يبقى الملك فؤاد، يبقى بدل كلمه سلطان بقى ايه، بقى ملك. وبعد كده يا سيدي طبعا عبد الخالق ثروت بدأ اللي هو يعمل ايه، لجنه من 30 عضو علشان يعمل الايه، يعمل الدستور. طيب رقم 3 برضو التي لا تخلو من الامتحانات، وهي معاهده 1936. هقول لك على الحاجات المهمه اللي فيها اهو. يبقى معاهده 36، بص يا سيدي، الاجزاء المهمه اللي في المعاهده طبعا، يعني مش محتاج اقول لك ان اللي عملها مصطفى النحاس. وطبعا بريطانيا كانت خايفه ان مصر تعمل ثورات فعشان كده عملوها. الحاجات دي انت عارفها، انا عارف. انما الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها من ضمن المميزات بتاعت المعاهده دي، وانا كنت بالك في الملزمه، هقول له كده انضمت مصر لعصبه الامم، دي مهمه، يبقى عصبه الامم. كمان يا سيدي الغاء الامتيازات الاجنبيه وفقا لمؤتمر اسمه ايه، مونترو 37. وكمان يا سيدي عوده الجيش المصري الى السودان، يبقى عوده الجيش المصري طبعا الى الايه، الى السودان. دي كده الحاجات المهمه اللي موجوده في المعاهده دي، وانا طبعا مظبطها لك في الملزمه سواء مميزات او عيوب. ولكن دي اهم حاجه، اهم حاجه لازم 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 تكون طبعا عارفها وانت داخل الايه، وانت داخل الامتحان بتاعك. بص بقى يا سيدي، اخر حته مهمه طبعا عندك في المعاهده، لما طبعا بدا مصطفى النحاس ان هو يعرض القضيه على مجلس الامن. خد بالك، تم عرض القضيه على مجلس الامن، يبقى تم عرض القضيه على مجلس الامن طبعا. وبعد كده يا سيدي طرقتها معلقة، فعشان كده الفدائيين بدأوا ان هم ينزلوا في القناة. فحصلت طبعا حادثة عندنا اللي هي طبعا في الإسماعيلية، لما القوات البريطانية حصرت مبنى الإسماعيلية وطلبت منهم نزع الأسلحة، ولكن طبعا احنا رفضنا. فقال لك يا سيدي بعد لما رفضنا هيؤدي لاستشهاد عدد كبير جدا من رجال الشرطة. فعشان كده يوم 25 يناير بسميه عيدا للشرطة. شوية الحاجات دول مهمين جدا، لازم برضو تكون واخد بالك منهم كويس جدا وانت داخل الامتحان بتاعك يا سيدي. طيب اخر حاجة هنعمل مقارنة ما بين 4 كده، هقول لك على بعض الملاحظات المهمة اللي تاخد بالك منها، وبعد كده نخش في الجغرافيا على طول. الجغرافيا ما تقلقوش مش هتاخد معانا وقت نهائيا بإذن الله يعني، بس ركزوا بس معايا. بص يا سيدي، عندنا كده اول حاجة محمد علي، وعندك عباس، وعندك يا سيدي سعيد، وعندك يا سيدي اسماعيل. طيب اولا كده محمد علي عمل مجلس كده اسمه المشورة، انما اسماعيل شورى النواب. يبقى اقول كده طبعا اسماعيل هيبقى شورى. بعد كده يا سيدي انت عندك عباس ده، احنا كنا سميناه بالخرامه انت عارف يعني. اول لما جه اغلق
معظم مدارس. انما اللي لغى ديوان المدارس اسمه سعيد. انما اللي اعاد الديوان ده اسماعيل. يبقى اللي اعاد طبعا الديوان هقول له مين؟ اسماعيل. طيب رقم اتنين، عباس ده يا سيدي بيقول لك ان هو بدأ في الخط الايه؟ خط الحديدي ما بين القاهرة والاسكندرية. يبقى البداية كانت من عهده. طيب انما سعيد قال لك ان هو اكمل الخط من القاهرة طبعا للايه؟ للاسكندرية. انما لو قال لك يا سيدي عمله لوحده، يبقى القاهرة الى السويس. سعيد في حتة مهمة طبعا يا سيدي بلاقيها بسميها طبعا اللائحة السعيدية، اللي هو طبعا يا سيدي من حق الفلاح توريث الاراضي الزراعية. رقم اتنين يا سيدي اقول له كده ان هو ايه؟ عمل اول قرض من البنوك الايه؟ البريطانية. يبقى عقد اول قرض من البنوك البريطانية. يبقى عقد اول قرض من البنوك البريطانية، ده سعيد على طول. حلو. طيب محمد علي تم حفر طبعا ايامه ترعة المحمودية. طب بالنسبة لسعيد يا سيدي قال لك هو بيعمل طبعا قناة السويس، قالوا هنعمل ترعة الإسماعيلية. إنما طبعا أيام الخديوي إسماعيل الترعة اللي اتعملت في عهده تحديدا بسميها الإبراهيمية. دي كده شوية حاجات مهمة جدا طبعا ومقارنات مهمة جدا ما بين الثلاثة اللي موجودين عندنا طبعا، سواء عباس أو سعيد أو إسماعيل أو ياسين. طبعا أيام مين؟ أيام طبعا عندنا محمد علي إيه؟ محمد علي كمان. طيب اخر حاجه عندنا علشان برضو نكون خلصنا، برضو لازم يعني ايه تعرفها، ان الخديوي اسماعيل ده بيقول لك ان هو بدايته يعني بدايه المؤسسات النيابيه في مصر، او مؤسسات نيابيه في مصر، لان هو طبعا عمل اللائحه السياسيه الاساسيه. وكمان يا سيدي طبعا هقول له ان هو عمل مجلس شورى الايه؟ شورى النواب. ممكن كمان ايام الخديوي اسماعيل يقول لك ان هو كان له جانب انساني. طب ليه يا مستر كان له جانب انساني؟ اللي هو تم القضاء على تجاره الرقيق. طيب المقارنه ما بين محمد علي بقى واسماعيل، بص يا سيدي. محمد علي بيقول لك ان هو اكتشف، خد بالك من دي، منابع نهر النيل. انما لو قال لك سيطره على منابع نهر النيل هتقول له كده الخديوي اسماعيل. يبقى في فرق طبعا ما بين سيطره وفي فرق طبعا ما بين اكتشف. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للحاجات اللي حصلت في كل واحد منهم، والحاجات طبعا يعني ايه المهمه جدا، والمقارنات المهمه جدا اللي انا ايه لازم اكون داخل الامتحان وانا عارفها. وده كده يا سيدي بالنسبه طبعا للتاريخ بطريقه طبعا مبسطه يعني، وبطريقه طبعا مراجعه جديده غير اي مراجعه تانية طبعا احنا كنا عملناها. فانا عايزك تكون اتمنى طبعا تكون مركز معايا كويس جدا، لان الحاجات دي والله هتسهل عليك وانت بتذاكر دلوقتي حالا بعد ما تخلص معايا. صدقني والله والله هتسهل عليك كتير جدا، تسهل عليك الحاجات دي كلها، فتبدأ طبعا تفكر في الأسئلة لو كانت أصعب شوية، بحيث ان انت تكون داخل الامتحان وتقفل كمان الامتحان بإذن الله. طيب هنخش بقى يا سيدي على الحاجات المهمة اللي في الجغرافيا، وزي ما قلت لكم مش هتاخد معانا وقت خالص نهائيا ان شاء الله. الجغرافيا يعني اقل كتير جدا من التاريخ. نبدا ونقول بسم الله طبعا ونبدا في الجغرافيا. هقول لكم على اهم طبعا الحاجات اللي مهمه جدا، وانت لازم طبعا تكون داخل الامتحان وانت عارفها. بص يا سيدي، اولا كده في الامتحان في الفترات الاخيره لازم وانت داخل الامتحان كده تكون عارف التعريفات كلها اللي في المنهج. او ده اول حاجه. يبقى تعريفات المنهج ده شيء اساسي، لان هي دلوقتي بقت تيجي في الامتحان على طول. خد بالك بقى، يبقى دلوقتي تعريفات المنهج بقى شيء أساسي لازم تكون داخل الامتحان وانت عارف. طيب التعريفات ده يا سيدي بقى احنا عندنا حوالي طبعا 10 تعريفات، هيجي لك منهم اتنين في الامتحان. شفت انا بقول لك ايه؟ هيجي لك منهم اتنين في الامتحان. اولا كده يا سيدي عندنا رقم واحد، تمام، حاجة اسمها كده ايه؟ موقع فلكي وجغرافي. طبعا دي تافهة جدا، تمام، اهو سواء طبعا الفلكي او الجغرافي. طبعا دي يعني ايه سهله جدا وكلكم يعني ايه عارفينها. طيب رقم اتنين لازم برضو نكون عارفينها، حاجه كده بسميها يا سيدي دول جزريه. خد بالك اهو، يبقى دول جزريه اللي هو طبعا بسميها الدول او الدول التي تتكون من جزيره او اكثر، او قد تكون جزءا من جزيره. رقم أربعة يا سيدي حوض النهر، ده التعريف الثالث، حوض النهر اهو. وده طبعا يا سيدي عبارة عن ايه؟ هقول له كده طبعا دي الارض التي بيجري فيها النهر او احد روافده
أو تنحدر إليه مياه، ده بسميه حوض النهر. طيب بعد كده يا سيدي عندنا حاجة بسميها إقليم مناخي، أو يبقى إقليم مناخي. وكلمة إقليم مناخي دي منطقة محددة على سطح الأرض، طبعا ليها خصائص مناخية معينة، حرارة، رياح، وأمطار. كمان يا سيدي عندنا حاجة اسمها سلالة، سلالة طبعا إيه؟ بشرية، اللي هو طبعا مجموعة بشرية تتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية. طيب كمان يا سيدي عندنا طبعا الديموغرافيا. طب والديموغرافيا دي بقى مهمة جدا، متوقع طبعا اللي هي تجيلك مهمة قوي يعني، اللي هو طبعا علم دراسة السكان، وبيدرس نمو وتوزيع وتركيب الايه وتركيب السكان. طيب كمان يا سيدي عندنا حاجة اسمها هجرة غير شرعية. يبقى هجرة غير شرعية، ودي طبعا يا سيدي عبارة عن ايه؟ الهجرة طبعا اللي بتتم من خلال وسائل غير قانونية والهروب من سلطات الحدود، دي بسميها هجرة غير ايه؟ غير شرعية. زي الهجرة طبعا الى ايه؟ الى الدول المتقدمة، زي دول مين؟ زي دول اوروبا. طيب كمان يا سيدي عندك كده حاجة بسميها زيادة طبيعية. يبقى زيادة طبيعية، وطبعا الزيادة الطبيعية دي الفرق ما بين ايه؟ المواليد والوفيات، دي بسميها زيادة طبيعية. رقم اللي بعد كده بسميها تركيب عمري، دي بقى مهمة جدا. تركيب العمر دي مهمة برضو، متوقع تيجي لك، اللي هو دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان المنطقة وفقا لفئات عمرية محددة. وكمان يا سيدي عندنا قوة العمل برضو مهمة جدا، خد بالك منها. يبقى قوة العمل من ضمن الحاجات المهمة. يعني ايه قوة العمل؟ دول عدد الأفراد في سن العمل والقادرين على العمل والذين يعملون طبعا بالفعل أو يبحثون عن إيه؟ يبحثون عن عمل. يبقى أول حاجة عندك في منهج الدراسات تاخد بالك من التعريفات، هيجي لك واحد منهم في الامتحان بكرة، لازم هيجي لك واحد منهم في الامتحان بكرة، فلازم طبعا يعني إيه؟ تكون عارفها. طيب رقم اتنين يا سيدي برضو في شوية أقاليم، لازم تكون عارف موقع كل إقليم، أو يبقى الأقاليم أهي يا سيدي، الأقاليم حضرتك لازم تكون عارف موقع كل إقليم، لأن هو بيسأل عليها في الامتحان وبيجيب فيها أسئلة يعني غير مباشرة. يعني مثلا يقول لك جنوب غرب آسيا إقليم إيه؟ أقول له مثلا إقليم مداري. فطبعا يعني ايه المواقع بتاعت الاقليم، وطبعا دي انا عاملها لكم في الملزمه، كل اقليم الموقع بتاعه كاتبها لك، دي مهمه جدا، لازم يعني ايه تكون عارفينها. طيب من ضمن الاقاليم اللي بتجي لنا على طول في الامتحان وبيكون فيها مقارنات مهمه، عندك يا سيدي الاقليم المداري والاقليم الموسمي. احنا قلنا الاثنين دول توأم. اول حاجه يا سيدي حار صيفا، كمان هقول له كده يا سيدي ممطر صيفا برضو، وكمان هقول له جاف في الشتاء، وبيكون في طبعا حشائش الايه؟ السافانا. دي كده الحاجات المشتركه ما بين طبعا المداري والموسمي. طيب خد بالك منها، لان هو بيجيها لك بطريقه مختلفه، يقول لك مثلا قارن ما بين الاقليم المناخي في جنوب غرب مثلا اسيا، يقصد بيه المداري. او يقول لك يا سيدي الاقليم اللي موجود عندنا في جزيره مدغشقر او موجود في الحبشه، يقصد بيه الموسمي. الامتحان بيجي فيه الاسئله كده، خدوا بالكم. طيب كمان يا سيدي مقارنه بتجيلك على طول برضو ما بين الاقليم الصيني واللورانسي. الصيني واللورانسي، اولا كده يا سيدي ان الاثنين دول موجودين في شرق القارات، ده التشابه، يبقى الشرق اهو. طب رقم اتنين هقول له كده ان الاثنين برضو بيكونوا امطار طوال العام، تزداد طبعا في فصل الصيف، يبقى امطار طوال العام وتزداد ايه؟ تزداد صيفا. طب الحاجات المختلفه تعالى ما اقول لك عليه. بص، اولا كده يا سيدي الصيني ده موجود من 30 لحد 45، طب انما اللورانسي من 45 لحد طبعا يا سيدي ايه؟ لحد 60. في الصيني ده بيكون غابات صينيه، وبتكون طبعا دائمه الخضره، انما في اللورانسي بيكون غابات مخروطيه. الصيني بيكون فيه طبعا يا سيدي صفصاف وبلوط، انما طبعا في اللورانسي بيكون فيه صنوبر وشربين. يبقى اقول له كده طبعا بيكون في ايه؟ بيكون في صنوبر وشربين. يبقى دلوقتي الاقاليم دي بيجي منها يعني ايه؟ بيجي منها اسئله كتير جدا تشابه ما بين الاثنين، فلازم نكون واخدين بالنا منها. طيب وطبعا انت عارف ان الاقاليم اللي هي ممطره طوال العام، الاقليم الصيني، الاقليم الصيني والاورانسي. وكمان يا سيدي عندنا اقليم غرب اوروبا، يبقى غرب اوروبا، وكمان الاستوائي.
الاستوائي طبعا اللي هو حراره امطار طوال العام. يبقى طبعا هقول له كده ايه، حراره وامطار طوال الايه العام. يبقى دلوقتي واحنا بنذاكر ناخد بالنا من موقع الاقليم، لان هو بيعتمد انك تكون عارف الموقع بتاعه. تمام، خد بالك انك تعرف تطلع حلو المكان بتاعه، مهم جدا، مهم جدا جدا كمان. طيب بعد كده يا سيدي لازم نكون عارف مصبات الانهار، اهو مصبات الانهار برضو. يعني ايه، ساعات بيجي في الامتحان ويبقى عارف مصبات كل نهر من الانهار اللي موجوده عندكم. تعالوا دلوقتي لما اقول لكم التشابهات ما بين مصبات الانهار، يعني مثلا الحاجات اللي بتصب عندنا في المحيط الاطلنطي اهو. الانهار اللي بتصب عندك في المحيط الاطلنطي، عد معايا. بص يا سيدي، اولا كده هقول له الامازون. طب رقم اتنين هقول له كده يا سيدي عندك كمان اورنج. تمام. طيب كمان يا سيدي عندنا برانا، عندك برانا، وعندك كمان باراجواي، وعندك كمان لابلاتا، وكمان عندك يا سيدي الكونغو، وكمان عندك يا سيدي الاورينيكو. يبقى كل الحاجات اللي قدامك دي تمام اهي، هقول له كده بتصب عندنا في المحيط الاطلنطي. يبقى وانا بذاكرها ذاكرها كده، امازون، اورنج، بارانا، باراجواي، لابلاتا، كونغو، اورينيكو، بيصبوا عندنا فين؟ هقول له كده بيصبوا في المحيط طبعا الايه، في المحيط الاطلنطي. طيب عندك يا سيدي اوب زائد يانسي زائد لينا، دول طبعا بيصبوا عندك يا سيدي في المحيط القطبي الشمالي. يبقى الثلاثه دول مع بعضهم المحيط القطبي الايه، الشمالي. خد بالك بقى من نهر السند، لان لو جالك يا سيدي اول حاجه بيصب في البحر العربي، وبعد كده ثم ايه المحيط الهندي. يبقى بحر عربي ثم محيط ايه هندي. ده طبعا لو جالك نهر الايه، نهر يا سيدي السند. طب ايه تاني بيصب في المحيط الهندي؟ هقول له كده لمبوبو. يبقى لمبوبو اللي موجود عندنا في قاره افريقيا، برضه بيصب في المحيط الايه، في المحيط طبعا الهندي. طيب بالنسبه لقاره استراليا عندك اتنين، ميري ودارلينج، والاتنين دول بيصبوا في الخليج الاسترالي الكبير. يبقى الاتنين دول بيصبوا في الخليج الاسترالي طبعا الايه الكبير. انما طبعا يا سيدي الميسيسيبي ده بيصب في خليج المكسيك. يبقى اقول كده طبعا بيصب في خليج المكسيك. طب انما نيلسون او نيلسون، هقول له كده طبعا هيدسون. يبقى نيلسون، هيدسون، نيلسون، هيدسون، نيلسون، هيدسون. طيب انما سانت لورانس، سانت لورانس برضو، يبقى سانت لورانس هقول له كده برضو هيبقى ايه، سانت لورانس. طيب هنا يا سيدي عندنا الفولجة، يبقى بحر قزوين. بحر قزوين ده اللي هو اكبر بحر مغلق في العالم كله. يبقى بحر قزوين بيكون ايه، اكبر بحر مغلق في العالم كله. طيب الدانوب بحر اسود. طيب لو قال لي مثلا يا سيدي عندنا الراين بحر الشمال. ده كده بالنسبه لمصبات الانهار مهمه جدا. والنيجر طبعا في خليج غينيا. يبقى لازم اكون عارف المصبات بتاعت الانهار، تمام، وانا داخل برضو الامتحان لان هي مهمه. طيب السلالات بقى البشريه، هقول لك الحاجات المهمه اللي فيها، ولازم حضرتك تكون يعني ايه، تكون عارفها برضو. السلالات البشريه، بص يا سيدي اهو، يبقى السلالات البشرية. بص، أولا كده لازم تكون فاهم إن تم تقسيم السلالات البشرية على شكل ظاهري وليس جوهري. يبقى تم تقسيم السلالات البشرية على شكل إيه؟ على شكل ظاهري وليس جوهري. دي كده أول معلومة. المعلومة التانية، إحنا عندنا ثلاث سلالات. أول حاجة طبعا زنجية، ودي بتكون 10%، وأكتر قارة موجودة فيها هي قارة أفريقيا. طيب رقم اتنين يا سيدي مغولية، ودي 40%، واكتر قارة موجودة فيها هي قارة اسيا. رقم ثلاثة قوقازية، ودي يا سيدي نصها 50%، واكتر قارة موجودة فيها هي اوروبا. يبقى كل طبعا سلالة انت عارف ان هي النسبة بتاعتها، ويعني بتكون موجودة فين بالظبط، لازم برضو يعني ايه تكون عارفها. طيب
بعد كده يا سيدي الاقسام مهمه جدا برضو لازم تكون عارفها. يعني مثلا الزنجيه ده عندك يا سيدي البنتو، وعندك طبعا الزنوج، وعندك طبعا يا سيدي البوشمان والهوتنتوت والنيليون الحاميون. انما لو قال لك مغوليه ثلاثه: الاسكيمو والهنود طبعا الحمر وجماعه التنجس. يبقى الاسكيمو، جماعه التنجس، والهنود الحمر. انما القوقازيه برضو ثلاثه: نورديه شماليه، قلبيه، حوض بحر متوسط. نورديه شماليه، قلبيه، حوض بحر متوسط. ده طبعا لو قال لك الايه، لو قال لك الاقسام بتاعته. طب ايه يا مستر تاني لازم اعرفها؟ لازم تكون عارف بقى، خد بالك من السؤال ده بقى مهم قوي قوي. السلالات اهو، السلالات النقيه. بص، اتنين زنجيه واتنين مغوليه. السؤال ده مهم. الزنجيه عندك يا سيدي اتنين. اول حاجه طبعا يا سيدي حوض الكونغو وصحراء كالهاري. وعندك يا سيدي الاستراليون، دول بسميها سلالة زنجية. انما المغولية اتنين: الاسكيمو والهنود الحمر. دي كده السلالات النقية في العالم. وخد بالك ان هم موجودين في الامريكتين. يبقى اقول له كده طبعا ان هم موجودين فين؟ موجودين عندنا في الامريكتين. يبقى دلوقتي عندك اتنين مغولية واتنين زنجية. دي كده السلالات النقية اللي في العالم. طيب، رقم ثلاثة، الأسئلة المهمة برضو اللي في السلالات. يقول لك طبعا أنا عايز أعرف هم ليه، يعني إيه؟ ليه ليه طبعا ما فيش سلالة نقية غير في المجتمعات البدائيه؟ اقول لك بسبب الاختلاط. طب لو قال لك العرب اصلهم قوقازي، انما طبعا عن طريق الفتوحات والهجرات، قال لك يا سيدي ايه اللي حصل؟ قال لك ان هم ان يعني عن طريق الفتوحات اختلطوا طبعا ببعض، عشان كده مفيش برضه سلاله ايه، مفيش عندك سلاله نقيه. طيب خد بالك من شعب الولايات المتحده الامريكيه اهو. الولايات المتحده، الشعب بتاعها بيتكون من الثلاث سلالات. لو قال لك يا سيدي زنجية، دول طبعا القادمون من افريقيا عن طريق الهجرة الإجبارية للعمل في مزارع القطن وقصب السكر. المغولية هنود حمر، دول سكان أصليين. القوقازية دول اللي هم البيض اللي جايين طبعا منين؟ اللي جايين من أوروبا. ده كده يا سيدي بالنسبة للسلالات البشرية والحاجات المهمة اللي ايه، اللي فيها، اللي لازم طبعا ملحوظات كده تكون عارفها. طيب، بالنسبة لتوزيع السكان، يعني أقل من ثواني هكون قلت لك عليه. متخيل؟ بالنسبه لي توزيع السكان اقل من ثواني هكون قلت لك عليه. طب ازاي يا مستر الكلام ده؟ بص هنقسمها ليه. هنكتب اهو توزيع السكان. هنقسمها لحاجتين. اولا كده يا سيدي هقول، هنكتب هنا يقل ويتركز. يبقى دلوقتي كتبنا يقل ويتركز اهو. حلو حلو. طيب هقول لك على الاماكن كلها وايه الاسباب ان هو بيقل فيها، والاماكن برضو كلها ان هو بيتركز، وايه برضو الاسباب والاسئله المهمه. طيب تعالى يا سيدي بص. اولا كده عندك بيقل فين؟ هقول له كده حوض نهر، اول حاجه الامازون اهو، زائد كونغو. والاتنين دول السبب بتاعهم طبعا واحد، اقول له كده غابات استوائيه. الامازون في امريكا الجنوبيه والكونغو في افريقيا. طيب رقم اتنين هيقول لك يقل طبعا فين؟ في الجبال، لان دي منطقه ايه، وعره، يبقى منطقه جبليه وعره. طب هيقول لك بيقل في الصحراء، ودي بسبب ارتفاع درجات الحراره. هيقول لك يقل في المناطق الشماليه، شمال اوروبا، امريكا شماليه، شمال طبعا يا سيدي اسيا. كل الاماكن دي بسبب البروده. يبقى بيقل في كل الاماكن دي بسبب طبعا الايه، البروده الجو. وطبعا في اوروبا تحديدا في فنلندا والنرويج. طيب كمان يا سيدي هقول له كده بيقل في دول بسميها البرزخ. طب دول البرزخ دي فين؟ هقول له كده طبعا يا سيدي يقصد بيها هندوراس وكوستاريكا اللي موجودين في امريكا الشماليه اهو. دي كده بالنسبه لكل الدرس اللي بيتكلم عن قله طبعا السكان وزياده السكان. طب يتركز فين بقى؟ تعال اما اقول لك. بص كده ركز معايا. اول حاجه هقول له مونتريال ونيويورك ومكسيكو وبرازيل، وكمان يا سيدي لندن، باريس،
تمام. طيب لو جالك اي حاجه من دول، تمام، هتقول له كده بيتركزوا لان هو ايه، مدن كبرى وفيها فرص عمل. يبقى مدن كبرى فيها فرص عمل. لو جاب لك اي حاجه من دول هقول له ايه، مدن كبرى وفيها فرص طبعا ايه، عمل. طيب حلو جدا، جميل. رقم اتنين، بيتركزوا فين تاني؟ الاماكن الساحليه. طب اديني مثال. زي عندك يا سيدي المغرب، وعندك جنوب افريقيا. طبعا بيتركزوا هناك بسبب الايه، المناخ المناسب او المناخ المعتدل. طيب فين تاني؟ هنا بقى عندك حالة شاذة في الاماكن المرتفعة. يقصد بيها مين؟ يقصد بيها كينيا واوغندا. وطبعا بيتركزوا في كينيا واوغندا. هقول له كده طبعا يا سيدي اماكن طبعا مرتفعه، فيتركز طبعا فيها السكان بسبب ايه، اعتدال المناخ نتيجه طبعا لايه، لارتفاع السطح. ده كده يا سيدي بالنسبه لي توزيع السكان اللي موجود عندك طبعا كله، بكل الحاجات المهمه اللي انت لازم طبعا تكون ايه، تكون عارفها. طيب رقم اتنين، من ضمن برضو الحاجات يعني ايه اللي حضرتك لازم تكون عارفها في الامتحان، تكون داخل طبعا كده وانت مظبطها. بص يا سيدي، السكان عندك، تمام، في حته كده ملحوظه يعني هقول لك عليها ايه. عندك يا سيدي دول غرب اوروبا ودول شرق اوروبا. هنا كده يا سيدي السكان بيتركزوا على حسب الحاله الاقتصاديه. طب ازاي يا مستر؟ اولا كده دول غرب اوروبا بتكون متقدمه اكتر من دول الشرق، علشان كده دول الغرب بيكون فيها سكان اكتر من دول مين، الشرق. خد بالك من الملحوظه دي، يعني هي مهمه يعني. طب رقم اتنين، انت عندك يا سيدي في استراليا عندك جنوب، وعندك كمان جنوب شرق. لو قال لك جنوب يبقى طبعا سيدني، انما لو قال لك جنوب شرقي يبقى ميري ودارلينج. وطبعا دي بسبب الايه، سهول طبعا زراعيه، فعلشان كده السكان يعني ايه، بيتركزوا هناك. انما طبعا سيدني مدينه ايه، مدينه كبرى، فعشان كده يتركز الايه، يتركز السكان في اي حاجه يا سيدي ايه، من الاثنين دول. طيب بعد كده يا سيدي، انت عندك يعني ايه، في بعض القارات بيكون فيها معدل مواليد مرتفع او منخفض والكلام ده كله. تعالى اكلمك عليها سريعا كده. بص، عندك قاره افريقيا اهي، قاره افريقيا، هقول له كده ارتفاع في المواليد. طب لو جبنا قاره اوروبا، هقول له كده يا سيدي اوروبا دي بيكون فيها ارتفاع فيه يبقى اعلى وفيات. طيب واقل طبعا ايه، مواليد. يبقى اعلى وفيات واقل مواليد. طب الحاجات المهمه بقى يعني ايه اللي في الجدول، لان دي برضو في بعض الناس بتتلخبط فيها. تعالى ما اقول لك عليها. بص، اولا كده انت عندك يا سيدي اسيا زائد استراليا، الاتنين دول بيكونوا متساويين في المواليد. طيب وعندك يا سيدي كمان امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، برضو بيكونوا متساويين في المواليد. يبقى دلوقتي انت عندك قارتين هم متساويين في المواليد. انما يا سيدي انت عندك طبعا قاره اسيا، وكمان يا سيدي قارة أمريكا أهو الشمالية، وأمريكا كمان الجنوبية، بيكونوا متساويين في الوفيات. يبقى طبعا دول بيكونوا إيه، متساويين في الوفيات. خد بالك منهم. حلو حلو. طيب كمان يا سيدي عندك هنا لما بيكون في ارتفاع، خد بالك ارتفاع أهو في الزيادة الطبيعية، وعندك يا سيدي كمان انخفاض في الزيادة الطبيعية، وعندك تساوي. لو قال لك ارتفاع يبقى قارة افريقيا، خد بالك من دي. طب لو قال لك يا سيدي انخفاض يبقى قارة طبعا امريكا. طب لو قال لك تساوي يبقى اوروبا. طب هي ليه بتكون مرتفعة؟ هقول له كده بسبب ارتفاع الوفيات، ارتفاع المواليد وقلة الوفيات. طب هي ليه بتكون منخفضة؟ هقول له قلة وقلة، قلة وفيات وقلة مواليد. طب اوروبا يا سيدي ليه بتساوي صفر؟ ليه بتساوي صفر طبعا الزيادة الطبيعية؟ هقول له كتساوي مواليد مع الوفيات.
يبقى بيكون في تساوي في الايه، في المواليد. وكمان يا سيدي هقول له كده بيكون في تساوي في الوفيات. عشان كده طبعا السكان بيساوي ايه، بيساووا صفر. دي كده بالنسبه لملحوظات مهمه جدا، لازم برضو يعني ايه تكون واخد بالك منها كده وتكون عارفها كويس جدا. طيب بعد كده يا سيدي انت عندك في بعض العوامل، العوامل دي بتؤثر في الوفيات. ممكن نقسمها لحاجتين: عوامل طبعا يا سيدي بشرية، وعوامل طبيعية. الطبيعية طبعا دي زي الزلازل والبراكين. انما البشرية ممكن تقول مثلا زي السكن، او يا سيدي عندك التغذية، او مثلا عندك يا سيدي الرعاية. دي بسميها طبعا ايه، اسباب بشرية. يبقى دلوقتي عندنا بشرية وعندك طبعا يعني ايه طبيعية. طيب هنا بقى بالنسبة للأطباء، لما بيكون عندك يا سيدي أطباء كتير، ده دليل على إيه؟ على الرعاية الطبية الكويسة. طيب بنقسمها لكام حاجة؟ ثلاثة. لو قال لك فائقة أهو، هتقول له يا سيدي عندنا في غرب أوروبا. كمان الأمريكتين، ده لو قال لك طبعا يعني إيه فائقة. إنما لو قال لك مرتفعة، خد بالك من دي بقى، كلها دول عربية. زي مين؟ الأردن، وكمان عندك يا سيدي الإمارات، وعندك مصر. طب لو قال لك يا سيدي طبعا منخفضة، بص بقى، منخفضة دي زي مثلا نيبال، دي في آسيا، وأثيوبيا دي موجودة عندنا في قارة إيه؟ إفريقيا. يبقى عندك نيبال ودي في آسيا، وعندك طبعا إثيوبيا ودي موجودة عندنا فين؟ موجودة عندنا في قارة يا سيدي إفريقيا. فخد بالك برضو منها، مهمة جدا. طيب آخر حاجة بقى يا سيدي، أو اللي قبل الأخير، يعني ناقص حاجتين بالظبط هنتكلم عليهم النهاردة. ناقص حاجتين بالظبط أهو. خد بالك بقى من الحاجات دي لأن هي مهمة جدا برضو. بص يا سيدي، مصادر الدخل دي مهمة جدا جدا جدا، أو يبقى مصادر الدخل. مصادر الدخل بتكون مهمة قوي قوي قوي. طيب تعالى دلوقتي بقى لما اقول لك عليها، ولو قال لك يا سيدي دخل مرتفع، طبعا انت عارف هو بيحدد مصادر الدخل على حسب الأنشطة، تمام، ودخل السكان. لو قال لك مرتفع يا سيدي، دي بتعتمد على ايه؟ بص، هتقول له كده بتعتمد على الصناعة. طيب زي مين؟ بص هقول له كده غرب أوروبا. يبقى بتعتمد طبعا على الصناعة زي مين؟ هقول له كده طبعا يا سيدي زي غرب أوروبا. دي كده اللي بتعتمد على ايه؟ على الصناعه. طيب ايه ده يا سيدي، هسكت اقول له لا، مش غرب اوروبا بس. طب ليه انت كتبت غرب اوروبا؟ هقول لك كمان شويه. طيب ايه تاني؟ والامريكتين. يبقى غرب اوروبا والايه، والامريكتين. طيب لو قال لك يا سيدي دول الخليج، دول بيعتمدوا طبعا على البترول اهو. طيب رقم اتنين، مصدر طبعا فوق المتوسط. دي لازم يجيب لك واحده منها في الامتحان على فكره، ها؟ خد بالك. او يبقى فوق المتوسط. بص يا سيدي، اللي فوق المتوسط دول تمام بيعتمدوا على التصنيع. يبقى بيعتمدوا طبعا على ايه؟ على التصنيع والتنمية الاقتصادية. يبقى لو جاب لك اي دولة منهم وقال لك هم ليه طبعا يعني دول ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط، هقول له كده بيعتمدوا على التصنيع والتنمية الاقتصادية. طب اديني مثال. عندك يا سيدي تركيا، وكمان عندك يا سيدي شرق بقى مين؟ اوروبا. يبقى شرق اوروبا اهو. طيب مين تاني؟ عندك المكسيك. طيب مين تاني؟ عندك يا سيدي جنوب افريقيا. دي لو قال لك طبعا يعني ايه فوق المتوسط. طيب لو قال لك بقى يا سيدي طبعا تحت المتوسط، خد بالك بقى، يبقى تحت المتوسط. بص بقى، طيب دول بيعتمدوا على ايه؟ بص بيعتمدوا كده يا سيدي على التصنيع ولكن النامي اهو. يبقى تصنيع نامي. يبقى تصنيع طبعا نامي وأنشطة تقليدية. يبقى تصنيع نامي وإيه؟ وأنشطة تقليدية. خد بالك بقى. بص طب احنا عندنا بقى هنا دول كتير جدا جدا بصراحة يعني. بص، أول دولة هتقول له كده مصر زائد المغرب.
طيب وكمان يا سيدي هقول له كده عندنا الهند، وكمان يا سيدي عندنا كده البرازيل، وكمان يا سيدي طبعا عندنا اوكرانيا. اوكرانيا دي في اوروبا، اوكرانيا دي في اوروبا. واخر حاجه طبعا اقول له كده ايه؟ دوله هايتي. يبقى اخر حاجه طبعا عندنا هقول له كده دوله مين؟ دوله هايتي. ده كده لو قال لك تحت المتوسط. طيب اخر حاجه بقى لو قال لك منخفض بقى او منخفض. بص يا سيدي، لو قال لك منخفض ده، دول بيعتمدوا على الزراعه. يبقى لو قال لك منخفض بيعتمدوا على الزراعه. طب كام دوله؟ اتنين: الكونغو، وكمان يا سيدي باكستان. دي في افريقيا ودي طبعا في اسيا. يبقى الكونغو وباكستان، واحده في افريقيا وواحده في اسيا. بص بقى، هنا انت عندك سؤالين بقى ممكن يجي لك في الامتحان. سؤال ماذا يحدث، يقول لك ماذا يحدث اذا قامت مصر تمام بتصنيع الماده الخام. حلو. هقول له كده سوف تصبح دوله ذات دخل اقتصادي مرتفع. طب لو قال لك احنا عايزين مثلا مصر تبقى دوله ذات دخل اقتصادي مرتفع، اديني مثال. هقول له كده: عدم تصدير الماده الخام وتصنيعها، والاعتماد على الصناعة. دول سؤالين يعني بيتكرروا كتير جدا في الامتحان، فيعني ايه لازم برضو اكون عارفهم كويس جدا وانا داخل برضو الامتحان بتاعي. طيب اخر حاجة يا سيدي عندنا جزء خاص بالتعليم. خد بالك، جزء خاص بالتعليم اهو، وجزء خاص بتعليم الإناث. بص، اولا كده التعليم في مصر طبعا 65%، يعني بقى كويس. لان احنا طبعا اهتمينا بايه؟ اهتمينا بمحو الاميه. تمام اهو، يبقى محو الاميه. وكمان يا سيدي هقول له كده وفرص للجميع. يبقى محو الاميه وفرص لمين؟ للجميع. طيب انما الاناث احنا عندنا عادات وتقاليد سلبيه. يبقى عندنا عادات وتقاليد ايه؟ سلبيه، بتمنع طبعا يا سيدي ايه؟ الاناث من التعليم. زي ايه؟ هقول له كده مثلا زي الزواج المبكر اهو، الزواج المبكر. طيب زي ايه تاني؟ هقول له كده طبعا يا سيدي الزواج المبكر بحجة الحفاظ ايه؟ الحفاظ عليها. يبقى العادات والتقاليد طبعا السلبية للتعليم بتكون يعني ايه؟ مهمة جدا، فلازم برضو يعني ايه تكون عارفها كويس جدا جدا جدا. طيب اخر حاجة بقى وانت بتراجع لازم طبعا يعني ايه تراجع لي زي ما قلت لك على موقع كل اقليم مهم جدا. لازم تراجع لي طبعا على الجبال، الجبال والهضاب في كل قارة برضو مهم جدا، زي ما احنا كنا بنراجعه مع بعضينا ورجعناه طبعا على الخريطة بيكون برضو مهم جدا. الحاجات دي مهمة جدا، والحاجات دي طبعا هتخش الامتحان بإذن الله يعني ايه هتلاقيها. ولكن طبعا لازم نكون مركزين كويس جدا. وزي ما انتم شايفين يعني طول فترة المراجعة بتاعتنا يعني يمكن ما بخلناش بأي حاجة وما بخلناش برضو بأي معلومة، سواء طبعا معلومة سهلة او معلومه صعبه. يعني عملنا اللي علينا ويمكن بزياده، وانا عارف كمان اللي انتم برضو عملتم اللي عليكم وعملتوه بزياده كمان. ولكن ينقص يا بطل النهايه والختام بتاعنا. فان شاء الله يكون ختامها مسك كده في الماده بتاعتنا طبعا، ويكون الامتحان بتاعنا كويس. مش عايز اي حد يكون خايف من الامتحان خالص. انت حليت اسئله اصعب من اللي ممكن تجي لك في الامتحان، وكمان حلينا خريطة طبعا وظبطناها مع بعضينا أصعب من اللي ممكن برضو تجي لنا في الامتحان. فأنا عايز أقول لك بالبلدي يعني أنت عملت اللي عليك وأكتر شوية. آخر حاجة هقول لكم عليها وبعد كده هسمع أي حد عنده سؤال. بص يا سيدي، وأنت داخل الامتحان تمام، قبل الامتحان مش عايزك، يا ريت يعني مش عايزك أي حد طبعا يقول لك السؤال ده مهم، السؤال مالكش دعوة بحد، مالكش دعوة بحد نهائيا وأنت داخل الامتحان بتاعك. خليك في حالك، خليك في حالك وانت داخل الامتحان. طيب ليه بقى يا سيدي؟ لان ده بيعمل لك توتر في الامتحان، بيعمل لك توتر طبعا. ده مهم ده مش مهم، طبعا بيحصل لك كده تشتت. حلو، فبتنسى المعلومة. طب رقم اتنين، ادي ورقة الامتحانية تمام. اول ما تبدأ فيها وليكن مثلا السؤال الاولاني والتاني والتالت والرابع وهكذا، طب السؤال ده مش عارفه، ما تبقاش ذكي وتقعد طبعا تفكر فيه وتضيع الوقت. لا سيبه واعمل عليه علامة اكس صغيرة كده، وحل اللي بعده. طمن نفسك في اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده. يبقى انت دلوقتي حليت طبعا الاسئله كلها، جدع شاطر. يبقى انت دلوقتي طمنت نفسك. طيب بعد لما انت طمنت نفسك بقى، انا عايزك تبدا بقى تفكر في السؤال ده. انت طبعا عامل عليه علامه اكس عشان ايه؟
تعرف ترجع له تاني وتعرف ان السؤال ده انت سايبه وتبدأ تفكر فيه. طب قبل ما تكتب الإجابة فكر فيها كويس علشان ما تشخبطش كتير. طب لو شخبطت يا سيدي خلاص، ويعني خلاص هتعمل علامة صغيرة كده اهو، اهو. حلو. طيب وتكتب طبعا في الحتة اللي جنبها، طبعا هتلاقي ان شاء الله يعني المكان هيكفيك بإذن الله. ده كده شوية ملحوظات وانت داخل الامتحان لازم تكون واخد بالك منهم كويس جدا. طيب في طريقتين بقى للمذاكرة هقول لكم طبعا عليها للناس اللي عايزة تقفل الامتحان. يعني ايه، احنا دلوقتي عملنا اللي علينا وبزيادة، تمام كده. طيب هقول لكم بس الطريقتين اللي هم نبدأ اللي احنا نركز فيهم، وبعد كده هسمع اسئلتكم على طول باذن الله. يعني بص يا سيدي، اول طريقه طبعا انت معاك الكتاب ومعاك الملزمه ومعاك طبعا الحل، تمام. هتمسك الكتاب، انا عايزك طبعا يعني ايه، تمشي عينيك على الكتاب، على المعلومات اللي موجوده عندك في الكتاب، مشي بس عينيك كده عليها. طيب بعد لما تمشي عينيك عليها، حلو، مش هتاخد معاك ساعه ولا ساعتين بالظبط، يعني يمكن اقل من كده بكتير لانك انت بتقرا. الحته اللي ما تعرفهاش بس احفظها، الحته اللي انت ما تعرفهاش احفظها. طيب بعد كده امسك الملزمه، سؤال وجواب، مش عايزك تعدي ولا سؤال. اللي انت تعرفه سيبه، اللي انت ما تعرفوش احفظه. بعد كده تمسك يا سيدي اسئله المستويات العليا اللي انا بعتها لكم. اسئله المستويات العليا دي للناس اللي عايزه تقفل الامتحان، خدوا بالكم. تبدا اللي انت طبعا تبص عليها، اللي انت عارفه برضه عديه، اللي انت ما تعرفوش ابدا طبعا ركز فيه. بعد ما تخلص خالص انت ممكن تحل امتحان او امتحانين لوحدك، مش عايزك تعمل اكتر من كده. او الطريقه الثانيه لو انت طبعا قرات في الكتاب وظبطته خلاص، تبدا تمسك الملزمه على طول بتاعتك، سؤال وجواب. وبعد لما تخلص الملزمه تبدا طبعا اللي انت تحل برضو امتحان او امتحانين على حسب طبعا ما انت عايز. طيب رقم اتنين، مش عايزك طبعا تطبق للماده، غلط. لو انت طبقت طبعا للماده انا عايز اقول لك يعني هيبقى مشكله بالنسبه لك بصراحه، يعني مشكله كبيره جدا كمان. عايزك طبعا تخلص مذاكره وتنام لك شويه حلوين، تمام. تكون طبعا رايح الامتحان بتاعك كده فايق، تمام، بحيث كده يعني ايه تكون فايق للامتحان وربنا يكرمك كده ان شاء الله في الامتحان بتاعك. طيب تعالوا دلوقتي بقى يعني ايه، اللي عنده بقى اي سؤال او عنده اي استفسار يتفضل بقى يرفع ايديه، تمام، يعني ممكن نجاوب عليكم مفيش اي مشكلة. كده بس تعالوا بس لما نقفل طب التسجيل الاول يعني ايه، بحيث يعني ناخد اسئلتكم طبعا براحتنا عادي جدا. فتعالوا كده نقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقفل التسجيل